قرار الاتش ار نسبه انه صح قوي انه عارف يعمل لي درايت اسسمنت من 16 ل 20%. يس ده باي ساينس. هو فكرة ان نورمالي مش احنا اللي بنخطط قوي حياتنا، يعني هي الاوبورتونيتي سبحان الله بتيجي، بس لازم تبقى جاهز. مش مشكلة الشركة هتشتغل في مايكروسوفت، هتشتغل في جوجل، مين بقى مديرك؟ اعرف مديرك، ومهمة جدا. نايس. ايه اللي انت شايفه النهارده في ماني فالوز مختلف عن شركات تانية وتخلي ماني فالوز از ان امبلوير تشويس؟ قلت لكم احنا جايبين حد لا والله يقول لنا الجديد في الاتش ار. فانت بتقول لا ده احنا دلوقتي عاملين واحد مش بزنس بارتنر، هابينس بارتنر. اوكي، يعني النهارده انت بتقول لي انا هاير بيزد اون كومبتنسيز وكالتشر. انا بقى اثبت لك منين ان الكومبتنسي دي عندي؟ انا انبهرت وعايز اقدم بقى. فالناس تعمل ايه؟ هنقدم بقى الهايرنج بروسيس. اول حاجه نقدم ازاي؟ طيب يعني يا مساء الفل والجمال عليكم، اخباركم ايه؟ انا النهارده كل مره طبعا بقول بحلقه دي بقى مميزه وكده، بس بجد 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 انا الحلقه دي بالنسبه لي انا ام لوكينج فورورد ليها جدا، لان الضيف اللي هيكون معايا النهارده هو هاني رضوان. وهاني رضوان مش بس هو حد بقى اتش ار تقيل وفي ماني فالوز وهنسمع عنه كتير، لكن هو من اكتر الناس التكنيكلي شاطرين في الاتش ار. يعني عارف كده لما تحس ان في حد فاهم في الصنعه بتاعته قوي. والاتش ار عاده الناس كتير بتخشها كده ايه، يخشها تالنت اكوزيشن يخشها، بس صعب تلاقي حد تكنيكلي واصل للعمق ده ويفهم كل حاجه في الاتش ار. فالنهارده هيكون معانا هاني رضوان من ماني فالوز، هنسمع منه حاجات كتير جدا وهنساله على حاجات كتير جدا ليها علاقه بالاتش ار وهيز ثوتس وحاجات كتير عن ماني فالوز وعن حاجات في الاتش ار. هاني ازيك؟ اكرم يعني مبسوط ان انت منورنا. مقدمه ناريه يعني. لا والله يعني اقل من حجمك، وبجد فيري 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 لوكينج فورورد ان اسمع منك واتعلم منك، ودايما بنتعلم من هاني. فهاني كده اول سؤال كده، الناس محتاجه تعرف اكتر عن هاني، فعرفنا كده مين هاني. اسمي هاني رضوان. نورمالي بقول اتش من هاني وار من رضوان، انا اتش ار فاسمي هو شغلانتي. ويمكن انا اكتر واحد زعلان عشان الايفولوشن اللي حصل في الاتش ار في تسميه الاتش ار. يس من اتش ار او هيومن ريسورسز بقى بيبل اند كلتشر، بعد كده بيبل اند اورجانيزيشن. فكل مره بيشيلوا الاتش بياخدوا الايدنتيتي بتاعت هاني رضوان على امل ان هي ترجع وان داي يعني. صيدلي باي اديوكيشن. which is يعني كانت مفاجأة. انا ناس كتيرة اوريدي مش عارفة ان انا صيدلي باي اديوكيشن. بس اشتغلت في as sales، اشتغلت في pharmaceutical companies، وده كان الاوبن دور اللي منه I joined ال HR. لما احتاجوا حد HR with medical background، فكنت انا اقرب واحد للopportunity. yes. فاشتغلت almost حوالي 16 سنة corporates mainly وتكنولوجي كومبانيز من 2013. ما شاء الله. طبعا لما باجي اعرف نفسي، ودي اهم حاجة عشان مراتي ما تقتلنيش. يعني أيوة طبعا. انا يا جماعة متجوز وعندي 3 اولاد، ما شاء الله. عبد الرحمن وسيلة ولين. ما شاء الله ما شاء الله. يس. عبد الرحمن وسيلة التوينز، ولين بقى بعدهم. يس. بتشوفهم امتى؟ والله يعني الصبح بقى، فاهم؟ الصبح يعني الصبح توديهم المدرسة وبتاع. لا ويعني أنا من الناس فعلا بجد والله يعني مش عايز أقول بقى overwhelmed وبتاع، بس يعني حتة الفاميلي بالنسبة لي it's a big part. حلو. أنا مقصر معاهم مهما عملت يعني، بس ستيل من الحاجات اللي بحافظ عليها يعني. برافو. بس يمكن الكواليفيكيشنز شوية ان انا يعني صيدلي، وبعد كده عملت ماستر في السايكولوجي. اندستريال واورجانيزيشنال سايكولوجي. اندستريال واورجانيزيشنال سايكولوجي. جديد ده كلام جديد بالنسبه لي برضه. اوكي بس اتس نورمال ايفولوشن طبيعي لاي حد بيشتغل جوه اورجانيزيشنز. لو عايز اجين تاني، انا بقول للناس يعني موضوع السيرتيفيكتس او موضوع الشهادات، هو في شهادات بتفريم الاكسبيرينس بتاعتك زي البي اتش ار اي والحاجات اللي زي كده، وفي شهادات بتدي لك نوليدج وبتحتاج يعني البراكتسز بتاعتها، او ان انت تimplement what you learn. والميزه طبعا في الجامعات المتخصصه في الدومينز دي او الديسيبلينز دي،
ان هي بتبقى شويه عندها الكيس ستاديز والامبلمنتيشن ارم بيبقى قوي. حلو قوي. بس فكان في صيدله ماسترز. يس. والماسترز دي اتعملت وانت لسه صيدلي ولا لما رحت اتش ار؟ لا وانا في الاتش ار طبعا. أوكي. فانت قعدت قد ايه هاني صيدلي؟ وبشتغل صيدلي سيلز او في صيدليات اراوند 4-5 سنين. اوكي. and you shifted الاتش ار جوه شركه ادويه. يس. فكان الشيفت جوه شركه ادويه. فكان منطقي. يس. اوكي. and then بقى انا يا جماعه انا اتش ار. يس. ويمكن في البودكاست بتاعنا يعني لو انا هتكلم على حاجه to aspire people in general، هو فكره ان يعني نورمالي مش احنا اللي بنخطط قوي حياتنا، يعني هي الاوبورتونيتي سبحان الله بتيجي، بس لازم تبقى جاهز. وجاهز دي يعني هو انا هم عايزين اتش ار بميديكال باك جراوند. لو انا مش ما عنديش الميديكال باك جراوند مش هعرف اخش، مش هعرف ادخل. ولو ما عنديش الكومبتنسز بتاعت اتش ار جاي برضه مش هعرف اخش. ودي اللي كانت موجوده بقى، اللي هي انت صيدلي بس ستيل محتاج انك تكون people oriented. محتاج ان انت تكون acquainted او عندك business acumen، فاهم الرولز اللي موجوده جوه الاورجنايزيشن بتاعتك، بتتكلم مع ستيك هولدرز كتير. مش قاعد في الحته بتاعتك ما بتبصش على اي حد تاني. علشان لما احنا ناخد دي بتفصيله دي علشان ده حوار كبير. ده اسبريشن حلو، ده هنجيبها في سؤال الاسبريشنز اللذيذ. يلا بينا. طيب حلو. هاني انا عارف انت ما شاء الله اشتغلت في حتت كتير، وريسنتلي او اخر حاجه انت دلوقتي في ماني فيلوز. بتعمل ايه في ماني فيلوز، وايه اصلا ماني فيلوز؟ طبعا ما شاء الله ماني فيلوز يعني من الستارت ابس يعني العملاقه ما شاء الله جدا جدا في مصر. بتعمل ما شاء الله they are growing بشكل محترم جدا، units of economics مظبوطه، الشركه بتجرو بشكل very very steady. فعايزين نعرف ناس اكتر مين ماني فيلوز، بتعمل ايه، وهاني بيعمل ايه في ماني فيلوز؟ heading ال people and organization جوه ماني فيلوز، مش الاتش ار يعني. للاسف. اوكي. ماني فيلوز سيمبلي احنا بنديجيتايز كونسبت اسمه روسكا او انجن، بنسميه انجن روسكا، اللي هو روتيتنج اوف سيفنج اند كريدت اسوسيشن. يعني من ان هي اي حاجه بتدور we are dealing with it. اوكي. وده كونسبت معروف في العالم كله في اكتر من 100 دوله، especially في لاتين امريكا، افريكا، ايجيا. واحنا يمكن اول ابلكيشن وورلد وايد يديجيتايز الكونسبت ده بجد. اول ابلكيشن وورلد وايد. اوكي. الروسكا ده على المستوى المصري اللي هو معروف بجمعيه. اوكي. يس. فاحنا وي ار ديجيتالايزنج الجمعيه. الانترفيس بتاعنا او الفرونت بيج بتاعتنا هي بتبان ان هي جمعيه. however لو انت بصيت لها from financial engine، فالروسكا تقدر تركب عليها اي برودكت ممكن تتخيله في financial services، في بنك، في financial services entity، هتقدر تركبه نورمالي على روسكا. وهتلاقي والميزه في الروسكا انه كونسبت تضامني. فاحنا جمعيه، احنا داخلين ليه؟ عشان نجوز اكرم. ليه؟ عشان اطلع اعمل رحله. مش عارف ايه. فهو كونسبت تضامني، فمفهوم قوي بالنسبه للناس. وفي نفس الوقت كان ليه مشاكله المعروفه كتير. هنجيب مين قبل مين؟ طب الناس دي كوميتد ولا لا؟ فكان محتاج حد يفاسيليتيت البروسيس دي. وباي ذا واي في بيج نيمز وورلد وايد حاولوا ان هم يديجيتايزوا الكونسبت ده في اكتر من بلد، سواء في الريجن بتاعتنا او بره الريجن، في قارات تانية يعني. وما توفقوش لانه very local product محتاج experience، تبقى فاهم الكالتشر بتاعتها، يا تبقى فاهم financial. السربرايزنج انت قلت انتوا الشركه الوحيده اللي في العالم او الاولى اللي في العالم اللي قدرت تديجيتالايز الموديل ده. يس، الروسكا موديل. نايس. بعدين لا جه شركات كتير يعني. دلوقتي في سعودي ارابيا، في نيجيريا، رواندا، في باكستان، انديا از ويل ابتدى يطلع حاجه. انديا طبعا من الدول الكبيره قوي اللي بتشتغل في الروسكا طبعا، بس ما كانوش عاملين حاجه ديجيتال. لا ما كانش في حاجه ديجيتال، لان هم عاملين له لوكاليزيشن وجفرنانس كمان كبيره قوي. نايس. يعني في انديا ما فيش حد بيعمل جمعيه كده،
لازم يبقى certified و accredited by الجوفرمنت. نايس. اوكي عشان يعمل بروسيس نايس. يلم فلوس من حلو قوي. فماني فالوز بتديجيتالايز الجمعيه او الروسكا موديل. الروسكا موديل. حلو قوي. وكارنتلي انتوا في مصر لسه ديد اكسباند؟ now 100% مصر. حلو. فاحنا كده عرفنا ماني فالوز. طيب الناس دلوقتي عايز تعرف ماني فالوز از ان امبلوير. اوكي از ان امبلوير احنا بنقعد، انا في ايفنتس كتير جدا بقعد اقول اسماء لشويه ستارت ابس، ودايما من ضمنهم لو هقول في 5 يا جماعه ستارت ابس لوك افتر بقول دايما ماني فالوز. بس بقى انا مش انا هتكلم، لا يفتى دلوقتي ومالك في المدينه يعني. ليه بقى ماني فالوز ممكن تبقى امبلوير وانت لفيت في كوربريتس كبيره كمان يعني؟ ليه بالنسبه لك ماني فالوز شايفها شركه حلوه كامبلوير الناس تلوك افتر وتبص على ماني فالوز؟ بص سؤال جميل. يعني يمكن هقول حاجه كلاشيه خاصه بيا انا جاي اسمع الكلاشيهات جوه ماني فالوز. الله يخليك. فزي ما انت قلت انا لفيت في كوربريتس كتير، وكان بالنسبه لي بعد اللفه دي بقيت بركز بقى قوي ان انا انقي الامبلوير بتاعي. ويمكن دي من الحاجات المهمه اللي انا بنصح بيها اي حد، وبقى حتى مشهور عني لو انت بتعمل فاينل ميتنج او انترفيو يعني. لا فاينل انترفيو في السلكشن بروسيس مع هاني. ففي الاغلب لازم انت تبقى مجهز اسئلتك، لان هاني ما بيسالش في الميتنج. انا بقول للشخص اسالني. اوكي بس ده الانترفيو بتاعي. اوكي. لا دي حاجات ما نعديهاش كده نعرفها بقى يعني يا جماعه. ان شاء الله لو رحت تقابل الوحش في الانترفيو هو ما بيسالكش، انت رايح تحضر اسئله. حلو ده موديل جديد. زي الكونسبت بتاع الجوازه. انت كده بتشوف لو انت وده كونسبت الراجل بقى حته سايكولوجي كده شويه. الراجل في الاغلب عايز ياتراكت الفيميل ريجاردلس ان هو يعملها، يشوف هي مناسبه ليه اصلا ولا لا. اوكي. فبيبقى دماغه مشغوله بان هو ياتراكت هير، فيبان ان هو جان جامد صريف بتاع الكلام ده كله. وبعد الجواز بقى يخيش يبدا يبان بقى الحقيقه بتاعته. ما هو لا وبيكتشفها ايه ده طلعت ما تنفعنيش. طب ما انت ما عملتش اسسمنت. انت كنت في الاغلب مشغول بحاجات تانية. حلو قوي. فبقول للكانديديت خد فرصتك ان انت تعمل لي اسسمنت. اوكي. ده بلس طبعا الهوم وورك اللي ممكن نبقى ننصح الناس يعملوه قبل ما يجيبوا السؤال لوحده. يس. وانا بكبر في الشركات ابتديت بقى ابص للكوز. يعني في الاغلب انا كنت بجوين من شركه لشركه. كنت ببقى باصص على الكارير بروجريشن، ببقى باصص على الانكم اللي هيجي لي، ببقى باصص على شويه اسبيكتس كده بتخليني اقول هي دي الكومباني اللي انا عايز اكمل فيها الفتره دي. افتر وايل بتلاقي نفسك لا انت خلاص بقيت subject matter expert enough انك ممكن تجوين اي كومباني، بس بتبتدي تفرق بقى معاك الكوز. هي الكومباني دي اصلا موجوده ليه، بتعمل ايه. ويمكن ده يبان كلاشيه قوي، بس الكلاشيه ده صدقني باي تايم والاكسبيرينس هتلاقي نفسك لا انا عايز اشتغل للكومباني دي. على فكره I guess it's one of the key values اللي احنا بنقولها لاي حد في كي كوتشنج، اللي هي الامباكت او influence others او انه في كوز من اللي انا بعمله. yes 100%. بس في الاغلب either الناس مش قادره تلمس، مش tangible enough عشان يلمسوا الكوز ده. وفي الاخر انا مش هصرف على اولادي كوز، فاهم؟ فالمسه ازاي؟ او انه هو مش مركز فيه دلوقتي لانه هو مركز على بيلدينج الكارير بتاعه. لكن عند مرحله معينه انت بتبيلد نفسك خلاص انف، بتدور على الكوز انك تبقى بتعمل حاجه with direct impact للكوميونتي بتاعك انسو. فماني فيلوز من الشركات اللي شدتني قوي. وانا نورمالي وانا بشتغل في الكوربريتس كنت بشتغل كونسلتنت لشركات كتير في التكنولوجي ارم سبيسيفيكلي. كنت بحس ان الفايبس بتاعتي اللوك اند فيل بتاعي تكنولوجي. هاويفر الكوربريتس ويمكن انت يعني دخلت الفيل ده وفاهم يعني بتعلم قوي. مدرسه بتعلمك على الاقل. بحب اقول الكلمه دي، احنا شفنا what good looks like وشفنا في الكوربريتس برضو what bad looks like. او انا بسمي الكوربريتس في ان جنرال الفات كومبانيز.
فهي حركه تقيله، فاكيد بنشوف بيروقراسي وبتاع. فكان بيعجبني في التكنولوجي ستارت اب السرعه داينامكس الانوفيشن. وانا كنت المدرسه دي قوي. فده شدك في ماني فيلوز علشان تكنولوجي وكوز 100% كوز. اشتغلت في تكنولوجي كتير بس ماني فيلوز كانت بالنسبه لي في كوز هنا. يس وسبيشالي لما ابتديت اشتغل مع السي او احمد وادي. هو السول فاوندر لماني فيلوز. يعني كشخصيه وكبيرسوناليتي ده حببني اكتر في ان انا كمان بنقي المدير بتاعي. ودي واحده من النصايح اللي لازم اقولها لاي حد. مش مشكلة الشركة هتشتغل في مايكروسوفت، هتشتغل في جوجل، مين بقى مديرك؟ اعرف مديرك، ومهمة جدا. نايس. فدي واحدة من الحاجات. أنا اشتغلت كونسلتنت في ماني فيلوز سنة كاملة. أوكي. من 2020 ل 2021. حسيت إن السي او والكومباني والبروجرس بتاعها رايح فين. يعني عملت بروجكشن كده وابتديت أفهم ودايجست البيزنس كويس. فخلاص I took my decision إن دي الكومباني اللي أنا I'm aiming to يعني اكمل 3-5 سنين واكتر ممكن جوه الكومباني دي. اوكي. لان هي حجم السكيلابيليتي بتاعتها يشيل السكيلابيليتي بتاعتي انا في الديفلوبمنت. نايس. ديت الكوز بتاعها بيكبر اكروس. فده كده قلت كانك قلت 3 حاجات. قلت الكوز ده شدك قوي، الفيجن والسي او انه وادي طبعا يا جماعه من الناس اللي يشود فولو. يعني وادي ما شاء الله من السي اوز خطير يعني. فانت كده قلت الكوز، السي او، الفيجن بتاعته، والسكيلابيليتي بتاعت الشركه. انت كنت شايف ان الشركه هتكبر 100% بطريقه تخليك انت شايف ان انت كمان عايز تكبر، فشايف ان هي هتتيح ليك ان انت شخصيا تكبر مع ان الشركه دي تكبر. يس 100%. اوكي حلو قوي. يعني الكوربريتس من الحاجات الجميله فيها ان هو بيدي لك فكره الاساينمنتس او البروجكتس او الموبيليتي في العموم. فبتشتغل في ريجنز مختلفه سواء ريموت او بتروح فيزيكالي بتشتغل. ودي اوبورتيونيتي جميله. لكن في الاغلب انت بتروح على سيت اب جاهز وانت بتعدل فيه حاجات بسيطه او بتبتدي لونشنج لبروجكت معين او كده. لكن لما بتبقى بتسكيل بكومباني لا انت في داينامكس كتيره قوي. يعني بتبص بقى كلتشر وبتبص يونت ايكونومكس وبتبص على التايم وكل حاجه دبل ايدجد ويبن جوه بس ده اللي شد هاني لحد لسه ممكن يكون لسه صغير. ممكن زي ما انت قلت من شويه انا مش اكل العيال كوز مش وممكن ما يبقاش عنده اللكجري ان هو يحتك بالسي او بالاكزيكتيف ليفل. انا اول ما دخلت الاوفيس في ماني فيلوز طبعا انا يعني ايه انا اي ريكومند اي حد يا جماعه اكتب بس على جوجل ماني فيلوز اوفيس يعني هتنبهروا. شفت حاجات معينه انا مش عايز يعني احرقها بس شفت حاجات معينه بتقول لا هي الشركه هنا مختلفه. فلو النهارده هاني يقدر يقول لنا 3-4 نقط انت شايف لو النهارده حد لسه فريش جراديويت، حد ديفلوبر، حد سينيور، ايه الحاجه اللي انت شايفها النهارده وانت بقى بتؤسس الكالتشر دي كمان في المكان؟ ايه اللي انت شايفه النهارده في ماني فيلوز مختلف عن شركات تانية وتخلي ماني فيلوز از ان امبلوير تشويس؟ طيب هو ممكن برضو الكلام اللي هقوله هيبقى موجود في كومبانيز تانية او هيتقال في كومبانيز تانية. بس اللي انا هقول لك عليه احنا بنبليف في ايه، ودي الحاجة اللي منها طالعين وبننقي الناس عليها. فمثلا احنا عندنا our hiring engine اسمه سكاوت مايندسيت. سكاوت مايندسيت يس حلو. احنا بنبليف ان البلايرز جوه الشركه بتبقى سولدير مايندسيت او سكاوت مايندسيت. سولدير مايندسيت حد بتديله انفورميشن انستراكشن معينه وهو بيديفنس بياتاكس بيزد على الانفورميشن دي. لكن السكاوت مايندسيت او الكشاف هو الشخص اللي بيجو الاكسترا مايل. بيروح يكتشف حاجات هو مش نورمالي مش عارفها. يعني لو عارف حاجة معينة الارمي بتاعه بيستعملها عشان يكتشف ارمي تاني، فهو نورمالي بيمسح اللي عنده عشان لو لقى ويبن جديد او لو لقى سلاح جديد بيستعملوه او كده يقدر يفهم هو ايه ده وبيعمل ايه ويسيرش ويكتشف. ريزالت اورينتد فعنده اجيليتي في الريزالت بتاعته، عارف هو رايح لايه، مركز. ده كل ده في صفات الكشاف او السكاوت. حلو قوي. فانت بتدور او دي من الحاجات that you believe in when you are hiring على ناس عندها
السكاوت مايند سيت اللي بترفلكت فكره الاجيليتي وانه يبقى 100%. اوبن تو ليرن حاجات جديده. يس اوكي. بيعدي في حاجات غريبة، فلازم يبقى عنده تشينج اجيليتي كبيرة، يأدبت مع تشينجز كتيرة. لازم بيقابل بني ادمين، لان حجم الستيك هولدرز بتوعه بيبقوا اكتر بكتير من اللي موجودين مثلا في كوربريت او حاجة، فده لازم يكون عنده بيبل اجيليتي عالية. نايس. فشخص بالمنتاليتي دي بيبقى عنده سيلف اويرنس قوي، ان هو عنده الستودنت مايند سيت، ان انا هقعد اتعلم. مايند سيت، انا جاي هنا اتعلم. حتى لو انت جاي هيد. باي ذا واي احنا مثلا في ماني فيلوز اعلى تايتل عندنا هيد. اوكي. مش بنحب نانفليت تايتلز، مانجر بقى ودايركتور دايركتور وفي بي وسي اكس او لا لسه مش عندنا، مش بنحبها. وي ار نوت هامبل. ممكن مش من الشركات اللي بنشاوت اوت كتير بره في الماركت، واحنا الحاجات يعني اللي ممكن بروباغندا ستايل ليها البروز اند كونز بتاعتنا، بس احنا لو بروفايل وبننفذ داون تو ذا جراوند، وبنحاول ان احنا يعني نشتغل في صمت شويه. نايس. فانت كده قلت سكاوت مايند سيت، ستودنت مايند سيت. يس 100%. طول ما انت ستودنت مايند سيت يبقى انت عندك اجيليتي انك تتعلم، وديفنتلي هتينوفيت، لان انت خلاص بتوقف الانجن بتاعك وتبتدي انجنز كتيره بتشتغل حواليك، فبتقدر تكريت روم فور انوفيشن. نايس. مش عايز اقول ان ده ماني فيلوز بقى انوفيشن وبتاع والجو ده، بس اللي انا هقول لك عليه هتلاقي جوه في ماني فيلوز ناس محترمه قوي، ما عندناش ايجو واحد بقى يعلي عليك وبتاع فور وات ايفر ريزن يتنمر عليك، لا ده مستحيل. ايا كان التايتل بتاعه. هتلاقي ناس يعني احنا جزء مثلا عندنا في البيبل اند اورجانيزيشن في ارم اسمه بيبل هابينس. بيبل هابينس يس. في بيبل هابينس بارتنر بارتنر. يس ده تيم. ده كانه زي عندنا بيبل بزنس بارتنر وبيبل هابينس بارتنر. اوكي. واذر ارمز بقى تالنت اكوزيشن وسنتر اوف اكسلنس. عاملين بارتنر مخصوص يا جماعه برضه عشان الناس تبقى عارفه. الاتش ار ابتدى يعني بقاله سنين بقى في كونسبت اسمه الاتش ار بزنس بارتنر. فده بيبقى مسؤول الاتش ار المسؤول عن ديبارتمنت كامله بيبص فروم بزنس برسبكتيف. النهارده بقى هاني قلت لكم احنا جايبين حد يقول لنا الجديد في الاتش ار. انت بتقول لا ده احنا دلوقتي عاملين واحد مش بزنس بارتنر، هابينس بارتنر. يس. اوكي. فهابينس لو بصيت لها منتهى البساطه، انا عايز الموظف ده يبقى قاعد مبسوط، مش مستريح. لا مبسوطه ورا الكاميرا. انت مبسوطه ولا ايش؟ مبسوط وبنعمل حاجات عشان نخليه مبسوط. اوكي. فمبسوط دي هتحتاج بقى انت بتعمل اكتيفيتيز كتير قوي وعندك الفيدباك بتاعها اللي هو بقى بتقيس engagement على طول. data driven department. بتحتاج على طول تدي insights الناس مبسوطة من ايه مش مبسوطة من ايه. نايس. transparency. نايس. فمثلا في الاوفيس بتاعنا مش هتلاقي ابدا مكتب، ودي من الحاجات اللي الناس طب اقعد فين؟ احنا كلنا بنقعد مع بعض ايا كان تايتلك بتقعد عادي. فمفيش ديسك مخصص ليا؟ لا خالص مفيش ديسك. لا هوت ديسكس كلها روح اقعد في اي مكان. يعني انا رحت طبعا المكتب يا جماعه كله مفتوح. ريتش اوت لاي حد في اي حتى وقت. الميتنج رومز ازاز. فالدنيا انت قاصد دي بالنسبه لكم ترانسبيرنسي. نايس. وعايز اقول لك برضو احنا زينا زي كومبانيز كتير. احنا واحنا بنكبر عندنا ميستيكس فبنتعلم منها وبنغلط كلنا. ودي واحده من الفاليوز الكبيره عندنا اللي هي allow mistakes to happen. فاحنا واحده من الفاليوز allow mistakes to happen. يس. طالما دي حاجه فاليو. انتوا يا جماعه في اي شركه الشركات الكبيره عندها فاليوز 4 5 6 فاليوز كده. دول اللي بنهاير من خلالهم وبنحاول نخليهم يبقوا موجودين في الكالتشر بتاعه المكان كله. فانت بتاسس لكالتشر اني اغلط عشان تتعلم. دي حاجه عاديه. ده نورمال. يعني هتلاقي عادي وادي بيغلط عادي ما فيش اي مشكله. احنا كلنا بنغلط عادي يا جماعه. ده حاجه طبيعيه. الطبيعي ان احنا نغلط. نورمال. والامباثي بقى behind it. يعني انت كشخص او كوليج لازم بقى تحترم
ان الشخص اللي قدامك نورمالي، طالما انت فاهم ان هو نورمالي يغلط، يبقى انت يبقى عندك سورت اوف امباثي، انك تاكسبت الغلط ده وتبقى كمان عندك امباثي وتعاطف معاه. ليد وذ هارت. انا جاي اعمل بزنس، لا احنا في ماني فيلوز مش بزنس بس. اوكي. وي ار بيبل. نايس. فنورمالي بتلاقي الكالتشر بتاعتنا بتimpose جوه كل الناس. لا، انزل بي هامبل، بي داون تو ايرث. ما تحاولش انك تعلي على حد، احنا مش جايين نعلي على حد. احنا جايين نشتغل واحنا مبسوطين. اوكي. فده يمكن يعني ملخص كده يقول لك الكالتشر بتاعت الناس عامله ازاي. انا لما دخلت في مره ماني فيلوز ونحاول نوريهم، نجيب لهم صور او نشوت حاجه زي كده، الكافيتيريا او المكان اللي هناكل فيه الحيطه كلها جرافيتي، صح كده؟ وعليها الفاليوز بتاعت ماني فيلوز. هم ايه بقى يعني؟ هنقول 5 كده بسرعه. يعني lead with heart. دي اول حاجه عندنا. okay. وبعد كده allow mistakes to happen. embrace the change. وده نورمالي لان احنا بنقول للناس especially جوه الستارت ابس change is only the only constant. يعني الثابت الوحيد عندنا هو اللي change. هنتغير نورمالي كل يوم بتلاقي changes سواء في الماركت على مستوى البيزنس. احنا كبيبل بنسكيل بشكل مختلف. فلازم يعني embrace the change. ده حاجه. seek the next peak. اوكي. فده علشان بس نخلي الناس على طول بتطمح كده ان احنا عايزين نجرو ونروح لحته تانية ابعد. واخر حاجه اللي هي show up earn trust. ان انت show up earn trust. اوكي. دي لو قلنا ده السلوجن بتاعنا عشان تكبر جوه اي اورجانيزيشن في تالنت مانجمنت وتبقى موجود في سكسيشن بلانز ومحطوط لك رود ماب وكده، ان انت بتشو اب دي بتروح الاكسترا مايل، بتسبورت اذر بيبل. فمش شو اب اللي هو تتباهى. لا مش مقصود بيها كده. لو شو اب يعني ساعد يعني هو يلا ورينا نفسك في الشغل. اوكي. وهتاخد التراست 100%. فانت تقصد انا هشو اب to earn the trust. اوكي. يعني هي show up 2 dots earn the trust. طيب حلو. احنا كده عرفنا عن ماني فيلوز شويتين 3 وسمعنا الفاليوز واكدنا على الاوفيس. وانت في البريك بتقول يا جماعه الاوفيس مبني ايه؟ على psychology based office. هو اسمه psychology based office. يعني كان في يعني فاهمين، درسنا حاجات او خدنا في اعتبارنا حاجات لها علاقه بالسايكولوجي واحنا بنديزاين الاوفيس. بالظبط اللي احنا عملناه في اي كارير. بالظبط اللي عملناه في اي كارير. يعني frankly speaking مش هكذب عليك، يعني مش انا the one behind الديزاين بتاع الاوفيس. فانتوا رحتوا للديزاين بوتيك علشان تعملوا اوفيس يكون سايكولوجي بيست. يأكوموديت السايكولوجي بتاعت البني ادم، ان هو بيبقى عايز يقعد كأنه في البيت وفي نفس الوقت يقعد كأنه بيشتغل على ديسك. عندكم يا باشا فيكنسيز؟ ده انت تنور. ده عندكم فيكنسيز على راسي حبيبي يعني. طيب ده كلام زي الفل. احنا بقى دلوقتي انبهرنا بالاوفيس وانبهرنا بالكالتشر وليد وذ هارت وانبهرنا بكميه الحاجات الرائعه اللي في الفاليوز. وانت كمان اكدت على فكره المايند سيتس، السكاوت مايند سيت والستودنت مايند سيت، وبالتالي ده كله ده بينعكس على الكالتشر بتاعت المكان. فانت كل الحاجات كانت ليها علاقه بانه ماني فالوز الكالتشر بتاعتها عامله ازاي وازاي دي ممكن تاتراكت الناس اللي هتشتغل. طيب انا انبهرت وعايز اقدم بقى، فالناس تعمل ايه؟ هنقدم بقى الهايرنج بروسيس. اول حاجه نقدم ازاي؟ طيب simply through يا اما لينكدين كارير بيج بتاعتنا. يعني في channels الكارير بيج بتاعت لينكدين في لينك معين للويب سايت بتاعت ماني فيلوز على طول. اوكي سيمبلي هت ابلاي وعندنا بروسيس بسيطه جدا. ايوه يعني عايزين نعرف البروسيس بقى البسيطه دي. خلينا نشوف البسيطه دي عامله ازاي. خلينا نشوف البسيطه دي عامله ازاي. طيب هو سيمبلي عندنا 3 ليفلز اوف او 3 فيزز عشان اي حد يوصل فاينلي الاوفر ستيج. اوكي. فسيمبلي بالتالنت اكوزيشن ستافينج تيم بيعمل السلكشن بروسيس بتاعته
وبعد كده بينقل للتكنيكال ار. التكنيكال ده في اي حاجه يعني، حتى لو اتش ار فاينانس وات ايفر. يس ما نقصدش تكنيكال هم ديفلوبرز، ما نقصدش كده. هو تكنيكال هو الهايرنج مانجر او اوكي يس. ماشي. بيتنقل للتكنيكال ارم. بعد التكنيكال ارم الفاينل ميتنج، وده بيكون مع الهيد اوف بيبل والسي او. اوكي كل الناس كل الناس يس اي حد يعني. اي حد. احنا يمكن شويه اللي بيساعدنا في البروسيس ان احنا عددنا برضه قليل، مش كبير قوي. احنا اول يعني 170 اسوشيت. نايس ده الهيد كاونت بتاعنا. نايس. عشان كده كنت بقول لك على طول انا من الناس البخيله في الهايرنج عموما. اللي هو انا اليونت اوف ايكونومكس فرق معاك قوي. يونت اوف ايكونومكس طبعا 100% بلس الافيشنسي. يعني احنا بنبص قوي افيشنسي، ازاي هتقدر تيوتيلايز الشخص ده. نايس. فاحنا عندنا توتال 170، وقلت كده عندنا 3 مراحل. في مرحله هقابل حد اتش ار او الاتش ار سelection اللي هنشوف فيها ايه، وبعد كده بعمل تكنيكال ستيج، وبعد كده بقابل الوحوش بقى. لا فاينل ده يمكن ده اسهل حاجه. بقول لك انت قلت هم اللي بيسالوا. صح ده اسهل حاجه بقى. اوصل بس للفاينل ده. انت هتروح تسال هناك. تمام يعني. طيب الاتش ار بيعمل ايه في السelection؟ نورمالي انترفيو ده بيبقى فيرتشوال في الاغلب. فيرتشوال انترفيو اوكي. يس ما بيبقاش معلش لايف ولا ريكوردد؟ لان ظاهر دلوقتي حاجه كتير. لا لايف اوكي. لايف فيرتشوال انترفيو. فيرتشوال انترفيو بي ميك شور ان الشخص ده هو as per السلكشن بروسيس بتاعتنا في الكومبتنسز اللي احنا محتاجينها علشان الرول وعشان الكالتشر. اوكي تمام. وده بيبقى مدته around 45 minutes. اوكي. then after التكنيكال لا قبل بس ما نخش في التكنيكال. فانا كده في 45 دقيقه الاتش ار بيعمل الفيرتشوال انترفيو ده على حاجتين اساسيتين، هي الكومبتنسز والكالتشر. ودي نقطه مهمه علشان ناس كتير ما بتبقاش واخده بالها منها، انه طبعا شركات كتير بتعمل كومبتنسي بيزد انترفيوز، لكن اوقات كتير قوي الناس ما بتبقاش واخده بالها ان في حاجه اسمها الكالتشر فيتنس، ان انا محتاجه ميك شور ان انت يفيت الكالتشر بتاعت الشركه. فالاتش ار دوره يتشيك الحاجتين دول. الشخص ده كومبتنت اكوردنج للكومبتنس اللي احنا بندور عليها، والشخص ده فيت للكالتشر بتاعتنا ولا لا. اللي احنا عرفناها، احنا عرفنا الكالتشر. تالنت اكوزيشن اند ستافنج مش بيتك قوي في التكنيكال بارت لان دي مش حتته، لكنه بيبقى عامل هوم ورك بتاعه في البريفنج ومذاكر كويس الجوب ديسكريبشن، وعارف هو هيسال في ايه البوينتس الاساسيه اللي لازم يلاقيها في الشخص اللي قدامه كتكنيكاليتيز. دان افتر بيبقى مهتم اكتر بالكالتشر فيت. اوكي. وبعد كده بيبتدي بقى لو هي باست او شي باست بيروح للتكنيكال ار. التكنيكال بقى حاجه من اتنين، ايذر بيعمل فيرتشوال او اون سايت. طيب لو عمل اون سايت يبقى هنعمل مع الفاينل. لو عمل اون سايت بنعمل وراه الفاينل. لو طبعا هي باست التكنيكال طبعا فساعتها انا ببقى عامل حسابي يا جماعه والله ده هيعمل تكنيكال، لو عدى يبقى هيجي يعمل فاينل. بلوك السلوت دي خلاص يبقى معروف هاني هتدخل ورا التكنيكال ار. حلو قوي. اوكي. لو عمل فيرتشوال يبقى هيبقى فيه فاينل يعني جوه السايت نفسه. طيب احنا ليه بنتعمد ان لازم اول حاجه عايزين نسهل البروسيس خليها سريعه. فاحنا البروسيس بتاعتنا كلها بتاخد 5 ايام. من اول الاتش ار لحد الفاينل هم 5 ايام خلصنا. حلو قوي دي. والفيدباك بيجي في 48 ساعه على بقى وات ايفر بقى. وقعت لا قدر الله في الاتش ار هيجي لك فيدباك بعد 48 ساعه. اوكي. ونورمالي يعني احنا وده قادرين تعملوه هاني؟ الحمد لله. يعني احنا التايم تو هاير عندنا دلوقتي من اول انترفيو لحد الاوفر 6 ايام. 6 ايام نايس. طبعا ممكن تاخد بقى وقت في الاول في الفانل بقى. الرولز بتطول شويه مننا فور سام ريزونز، لكن بنميك شور ان اغلب البوزيشنز تبقى كمان اقل من الخمس ايام. كان 6 ايام ده رقم المتوسط بتاعنا كله دلوقتي 6 ايام. حلو قوي. فهعمل التكنيكال لو فيرتشوال تحدده بعد كده معايا فاينل، او لو هعمله فيزيكال يبقى الفاينل في يوميها على طول بيبقى في نفس اليوم. اوكي. حلو قوي. علشان نكات شورت يعني على اوكي. حلو قوي. فمفيش اساينمنتس، مفيش تاسكس. في بعض الحاجات بيبقى فيها اساينمنت بس بنميك شور ان هي الاساينمنت تبقى يوم او 2 ماكسيمم، بحيث ان انا اقدر اشوفه تقدر تخلص ال5 6 ايام. اوكي. طيب انا هسألك هنا سؤال ريليتد على طول. الاول الحته بتاعت الكومبتنسيز، كتير من الشباب
وخاصه لو لسه مش سينيور، لو لسه حد جونيور ميد ليفل وهكذا، بيبقى عنده تشالنج انه ابروف الكومبتنسي. يعني النهارده انت بتقول لي انا هاير بيزد اون كومبتنسيز وكالتشر، انا بقى اثبت لك منين ان الكومبتنسي دي عندي؟ اوكي. واوقات الناس بتحس ان هو ما هو قال المثال، يعني ادالك موقف، عايز موقف خد موقف. اثبته ازاي؟ فالسؤال ده بجد كتير من الناس بتبقى how to prove myself للاتش ار اثناء الهايرنج بروسس. طيب بجد دي انا هتكلم فيها ساينس وهقول لك بعد كده البراكتس انا قلت لكم ما في ساينس هيطلع. اتفضل اتفضل. طيب ان يعني باي ساينس انك تبقى لازم انت ككانديديت تبقى بليفر في ان انت بتعمل احسن ما عندك ديفينتلي، بس انك تو بي اكسبتد او ريجكتد من اللي قدامك البرسنتج دي كبريسايس ان هو اخذ القرار الصح باي ساينس لا تتعدى 16-20%. انا الكانديديت وحضرتك الاتش ار، قرار الاتش ار نسبه انه صح قوي انه عارف يعمل لي درايت اسسمنت من 16 ل 20%. يس ده باي ساينس. اوه ذاتس واي الايفولوشن بتاع الاسسمنتس فضل يتطور throughout years لحد ما دلوقتي بقى الاسسمنت سنترز اللي Yes. هو في الرولز الكريتيكال بيبتدوا يعملوا اسسمنت. ده بيبقى 3 ايام يومين يوم على حسب السيت اب بتاع كل شركه والتانيه. بييجوا بقى فيها يدوا بقى بروجكت ويشوفوا الناس وكيس عارف ستاديز كده اللي هو ستار اكاديمي ستايل. هو Yes. نفس الفكره نفس نحطك في سيميوليشن لحاجه ويشوفك بتاكت فعلا ازاي. Yes. دي يا جماعه الاسسمنت سنتر طبعا دي حاجه بصوا عليها يعني ايه اسسمنت سنتر. ماشي. ويبتدي بقى يبص يشوفك انت بترياكت ازاي انسو. ماشي. ابتدى طبعا احنا ك ومنها جه الكونسبت بتاع ان في حاجه اسمها probation period. ان انت بتخلي الراجل ده عندك 3 شهور مثلا هنا في مصر، بره مصر 6 شهور، وتقدر تشوف تعمل له اسسمنت هو ده الكاليبر اللي انت عايزه ولا لا. أوكي. طب لو انا من الاول ام بريسايس انف ان انا اخد الديسيجن يس اور نو، ما كنتش عملت probation period. بس عشان اقول لك ان هي 100% بتاعت ربنا، 100% بتاعت ربنا. لكن طبعا تجتهد وتعمل اللي عليك. يس. وهقول لك تعمل ايه ان جنرال. بس حلو. بس ده اول معلومه بالنسبه لي كانت صادمه. انت بتقول باي ساينس 16 20% القرار ده بيبقى صح، بس ده 16 20% بس، يعني بنتكلم انه 80% ممكن يطلع غلط. الاسسمنت سنتر النتائج بتاعته طبعا توصل ل 63%. اوكي. بس ده لما بعمل اسسمنت سنتر اللي غالبا مش هعمله لانتري ليفل جوبز او لميد ليفل ولا وفي بعض فيري سينيور رولز. احنا مثلا كستارت اب كومبانيز وتكنولوجي احنا صراع جدا. فانك تعمل اسسمنت سنتر ياخد منك ايام وبعد كده بالعكس دي هتبطئك. وطبعا فيها اسسمنتس كتيره عقبال اصلا ما تطلع الريزلتس من حاجه زي كده هتاخد لك اسبوع ولا حاجه كمان عليهم. ذاتس واي هاني ممكن يكون ان بعض الشركات بقت بتتبنى فكره الفاست هاير ايفن فاست فاير. يعني انا هاير بسرعه بس لو قدر الله لقيتك مش تمام لا هنفاير بسرعه. عندي بروبيشن بيريد وتمام. وذاتس واي هتلاقي كومبانيز كتيره يعني زي مثلا امازون والبروسيس بتاعتها معروفه قوي ان هو بيدخل اكتر من هايرنج مانجر في البروسيس. فهو بيأسس مثلا 12 competency in general او value موجودة في امازون، ويبتدي يدخل في كل value واحد. طب ليه؟ هو الكونسبت بتاعه ان ده لو precise 16-20% وده 16-20%، فلو ال 12 واحد دول اجتمعوا ان الراجل ده مناسب يبقى most probably الراجل ده ينفع في الاورجنايزيشن. اوكي. فهو الاكيوميليشن بتاع الريزلتس بتاعتهم كلهم بيقول ان الراجل ده ينفع ولا لا. يس حلو قوي. لكن ان جنرال مش عايزك تبقى انت كحد لسه جديد في الفيلد او ان انت سينيور ليفل انك تبقى مخضوض الديسيجن هيجي ازاي انسو. بس مهم جدا انك تبقى محاضر. ايوه. وده بقى اللي انا بطلبه من اي كاليبر قبل ما يجي لنا. يعني احنا نورمالي واحنا بنبعت الانفيتيشن بتاعت الميتنج بتاعنا سواء فيرتشوال او اون سايت لازم بنحط ريسورسز للشخص ده بيعرفنا. نايس. انتوا كماني فيلوز هتبعت لي انفيتيشن بتبعت لي ريسورسز عن ماني فيلوز. يس. تقراها وتذاكرها وفيديوز واحنا بنعمل ايه وبنشتغل في ايه
والكالتشر عندنا جوه ايه، نايس. ونهتم بايه. نايس. مهم قوي تذاكر الحاجات دي قبل ما تيجي الميتنج. حلو قوي. تمام. حلو قوي. وانت سيمبلي وبناء عليه معلش انا اسف، ولو الشركه ما عملتش معايا كده غير بقى ماني فيلوز، انا محتاج ادور عن معلومات عن الشركه. طبعا 100%. ففي جزء من البريبريشن ذاكر الشركه 100%. اوكي. ذاكر قبل ما تروح. اوكي. 2، ودي الجولدن رول او الجولدن ادفايس اللي بقولها لاي حد: بي يور سيلف. اوكي. بينج ان انت خلاص عرفت ان هي اتس ايميرلي توفيق من عند ربنا. فخلاص بي يور سيلف، ما تحاولش ان انت تبقى شخص تاني، لان أوكي. انت نورمالي مش هتبقى جوه الشركه شخص تاني. اوكي. فبي يور سيلف، خليك مرتاح جدا. هتلاقي هو الريكروتر ذات نفسه بيمشيك في تراك معين. اوكي. الاسئله هتلاقيها كلها بتاكل كومبتنسز. اشهر طبعا حاجه علشان تتكلم بيها، حاجه معروفه عندنا اسمها ستار موديل. انك تحط سيتويشن او تاسك، وتبتدي تقول ايه الاكشن اللي انت اخدته في السيتويشن ده او في التاسك دي، والريزلت اللي طلعت منها. فده بارت من البريبريشن يا جماعه. حضروا الكومبتنسز بتاعتكم بالستار موديل المشهور: سيتويشن، تاسك، اكشن، وريزلتس. اوكي. حلو قوي. بعد كده تبتدي نورمالي، سواء ده كان في تكنيكال او كان في اتش ار ستاف. اوكي. فبي يور سيلف، وجهز بانك تعرف معلومات كويسه، واستعمل الستار موديل، هيساعدك كتير. ريهرسل بقى. ايوه. مهم قوي. ايوه. يعني ما تتوقعش ان انت هتبقى في الانترفيو نورمالي. يعني انا قاعد في البودكاست، ورغم ان انا اعرف اكرم كويس والسيت اب بالنسبه لي ظريف وكل حاجه، بس اتس سيت اب. وانا عملت بودكاست كتيره وطلعت ومن الناس اللي بتتكلم للبابليك بشكل ظريف، بس ستيل ات ذا اند اوف ذا داي لو بصيت عليه هتلاقي الادرينالين عندي عالي. حضور ذهني لازم يبقى عالي. فده مش النورمال سيت اب. تخيل انت لو انت لسه في فريش او في انترفيو، وعارف ان انت عايز تدخل الكومباني دي، مش هتبقى في احسن سيت اب ليك. فمهم انك تعمل ريهرسلز وتراجع كتير انا ايه الحاجات، ولازم يبقى عندك سيلف اويرنس. فانت عارف ايه الحتت اللي انت محتاج فيها ديفلوبمنت. شكرا. وايه الحتت اللي انت قوي فيها. حلو. انا بس عشان ايه قبل ما تكمل الحته دي، عشان لما هاني قال بي يور سيلف فتبان انه خلاص بقى انا هرتجل بقى، ما انا لا بس انا جاي لك بقى اقول لك ماي سيلف بقى. انا ماي سيلف خطير. لا فانت متهيأ لا يا جماعه، خد بالك، بي يور سيلف اخيك على طبيعتك، ما تاخدش الموضوع بكلكعه قوي، لان خلاص انت عارف ان ده يعني ايه ترتيب من عند ربنا، وفي الاخر زي ما انت قلت 16 20% ممكن يطلع صح اللي هو الاتش ار. ده عشان يقلل بس الادرينالين. فهدوا يعني ايه، خدوا الموضوع ببساطه. لكن بريبير. فانت متهيأ انا محتاجه بريبير. ده مش بس بريبير بالستار موديل، محتاجه ريهرس كتير علشان انا رايح محضر. فانا رايح محضر اسئله كتير، ومتقال بقى طب وانا ببريبير وبريهرس على ايه؟ في حته سيلف اويرنس كبيره انا شاطر في ايه، وكمان قلت الحته في اريا اوف ديفلوبمنت اللي هي الحاجات اللي انا محتاجه اتطور فيها. صح كده؟ اوكي. ولو حتى انا بنصح الناس، لو جالك سؤال او لو الريكروتر بيتاكل حته انت شايف ان هي فيها ديفلوبمنت اريا عندك، بليز يعني ما تجودش قوي، ما نفتيش. يعني التجويد ده بتاعت خده وفسحه وبتاع. خلي بالك الريكروتر برضو حتى لو هو جديد او مش متمرس قوي، بس عدى في انترفيوز كتيرة قوي، عملت له اكسبيرينس، يقدر. مش بقول لك بقى ده جامد ويبص في عينيك، ولو لا يعني بصيت فوق يبقى بتكذب تحت لا فاكس. هو في الاخر بس نورمالي هو عدى على حاجات كتير، شاف بيرسوناليتيز كتير، فجاله اكسبيرينس. خلاص بيبتدي يعرف اللي قدامه هيبتدي يروح في تحويره بتاع ولا بيتكلم صح. فخليك ستريت فورورد. لو في اريا انت مش اجمد واحد فيها، وكلمت عن الحاجه اللي انت تعرفها، وحسيت ان انت مش هتعرف تديليفر احسن من الحاجه دي، قول انا من الحتت اللي انا بطور نفسي فيها دلوقتي. واعتقد ده الاتش ار الناحيه الثانيه، والريسبكت 100%. انه اوكي انت فاهم this is دي حاجه تكنيكال بيور. بكلمك على التليفون، انت عارف
دوت نت كور ولا انت دوت نت ولا دي ما فيهاش دي حتتي دي مش حتتي. عشان بس لو الناس مش عارفه ايه الدوت نت كور دي، يعني بروجرامينج لانجويج للباك اند. فانا عايز اعين حد باك اند، فبقول له البروجرامينج لانجويج اللي بستخدمها ما بيستخدمهاش، ثانكس سو ماتش، ما فيهاش هنا يعني كلام كتير. وموست بروبابلي دي كمان مش من الحاجات الشو ستوبرز يعني خالص دلوقتي. اهم حاجه البروبلم سولفينج، مش مشكله اصلا يعني. جديده دي. انا ده سؤال انت كمان بتقول في التك عشان حد تك كده بيسمعنا انه حتى ايفن البروجرامينج لانجويج لوحدها النهارده مش شو ستوبر خالص، مش هتوقفك وانت بتهاير خالص كاتش ار خالص. ده بالعكس، انا لو انت فاهم البروجرام يعني فاهم بشكل عام البروبلم سولفينج عن هاو اي كود باي لغه، هتيجي تتعلم عن اللغه الثانيه طالما عندك الثوت بروسيس. عدي على اي كومباني محترمه في العالم هتلاقيهم اصلا بيحصل ايفولوشن في اللانجويج اللي هم بيستعملوه. فهو كل مره هيفاير ويهاير؟ لا طبعا، هو بيعلم اللي موجود. فده خلانا نقول نوصل لكونكلوجن يا جماعه، لا احنا البيس عندنا ان الراجل ده بيعمل بروبلم سولفينج، بيفهم ويدايجست البيزنس ازاي، ومنها بقى تقدر تعلمه whatever language. دي حاجة سهلة، دي تول. وطبعا ده يعني أنا عايز بس الناس تبقى مركزة إنه في أكتر من حلقة نفس المثال ده بيتقال، إنه أنا عايز أشوف الثوت بروسس، طريقة التفكير، البروبلم سولفنج، حتى when it comes للتك بيبل بالذات إزاي بتحل المشاكل. فدي it's a very very good insight. أنا استوقفتني في حتة وأنت بتقول إن ال HR، انا كنت بدي دايما مثال يا جماعه، ما هو الاتش ار زي ما انت بتاخد كورسات الشخص العادي عشان ااهل نفسي الانترفيو، ما هو الاتش ار ده مش جاي يعني مش مش بصمجي، ما هو كمان بياخد هو كمان كورسات يعني يكتشفك ازاي. فيعني ما تحورلهاش انت قلت ايه، ما بلاش يعني بجد، لان هي بتبان وفي الاخر هي توفيق يعني. يس فيعني again be yourself، خليك طبيعي بس محضر كويس قبل ما تروح الميتنج ده. حلو وفي شوية indications كده ظريفة جدا أنا بحب الكانديديتس يعملوها قبل أي ميتنج مع أي حد. normally لما يتبعت لك invitation it's nice إنك ترد لو هي الانفيتيشن رايحة بأكسبت أو ريجكت أو كده. فوانت بتأكسبت خلاص راحت له notification إن أنت بتأكسبت. it's nice بقى إن أنت تبتدي looking forward to our meeting. أنا مبسوط أنا هشوفكم ميل أوكي ظريف جدا. حلو. تاني حاجة يعني show up on time. يعني حتى لو عندك whatever ظرف قبلها وبفترة كافية تعتذر حتى لو هتتأخر سنة، وتسجست another meeting لو انت عايز تنقل ده لو عايز الغي خالص الميتنج او اعدل الميعاد. هقول والله انا هتأخر 15-20 minutes طبعا، وستيل مقبوله لو ربع ساعه ثلث ساعه، لكن لو اكتر من كده خلاص بقى نريسكتش. هو في الاغلب الميتنج بياخد 45 to 1 hour. ال 45 to 1 hour خلاص بيخليني عندي بافر 15 دقيقه 20 دقيقه صح. فمهم جدا لما يجي لك انفيتيشن ترد عليها، تبقى موجود اون تايم. بعد ما تخلص الميتنج مهم جدا ان انت تبعت تشكر الشركه ان انا مبسوط ان انا تدوني الفرصه ان انا اتكلم معاكم الميتنج ده انسو. ومهم قوي انك تبقى محضر الاسئله دي، اسئلتك اللي هي هتسالها برضو في الانترفيو بقى. حلو قوي. فدي حته مهمه يا جماعه، لان كان في ارتكلز بتقول، ما اعرفش طبعا دي ساينتيفيكلي لسه يعني بروبر او لا، او يعني فاليديتد انه 40% انت يو لوز 40% من فرصتك في النجاح. ولما الاتش ار يسالك عندك اي سؤال تقول له لا. ما اعرفش قد ايه الارتكل دي مظبوطه. انا بصراحه مش عارف تو وات اكستنت يعني. بس انت بالنسبه لك اتس ان انديكيشن مهم. اور جات فيلينج بيبقى مهم جدا يعني. برضو مش زي على رأي أحمد أمين ما تهبتش وترزع، فاهم يعني بيقول لك باب الهبد في بحر الرزع يعني. ما شاء الله ما شاء الله. مش عايزين نهبد ونرزع احنا. السؤال يكون سؤال منطقي make sense يعني بالنسبة لنا. وخليك عارف ان في stages يعني. ما تجيش تسأل HR في أول انترفيو تقول له المرتب قد ايه. مش سؤال منطقي خالص خالص مع احترامي. وانا من الناس وده في ماني فيلوز بنهتم قوي حتى واحنا بنسال السؤال ده بنسال الاكسبكتد باكج بتاعتك. مش بنحب نسالك انت بتاخد كام ولا بتاع. لان نورمالي احنا مش بنسال عشان نعرف الماركت ماشي ازاي. احنا
يعني حاطين لنفسنا سالري سكيل معين وخلاص، مذاكرين كويس وبنعتمد على ريورد مانجمنت مش سالري بس. فنورمالي لو يعني ما تسالش الاسئله الغير منطقيه في المكان اللي طب معلش اسالك انا سؤال هنا. لو انا سالت عشان انا I recommend this question ف I need to validate السؤال ده اصلا كويس ولا لا. الناس اسال اصلا عن الديلي اكتيفيتي بتاعت التاسك، يعني لو مش حاجه معروفه قوي يعني ديفلوبر فانا بكود يعني لكن مثلا انا هشتغل معاكم في التالنت اكوزيشن مثلا وانا لسه جونيور، is it valid ان انا اسال عايز اعرف اكتر عن الشغلانه؟ نورمالي انك تعرف اكتر عن الشغلانه. هتعرف اكتر ازاي؟ واحد، تبقى انت مذاكر الجوب ديسكريبشن. يعني لو لقيتها موجوده على الكارير ده انا قبل ما اخش الانترفيو تبقى فاهم التاسكس بتاعتك. لو انت عندك سؤال سبيسيفيكلي في تاسك معينه يعني احنا كاتبين مثلا ان انت هتستعمل SAP في طب يا جماعه هو الاس اي بي هستعمله في ايه؟ الاس اي بي ده اللي هو اي ار بي سيستم، من اشهر الاي ار بي سيستمز في العالم الموجوده في العالم. الكوربريتس مينلي هي بتستعمل. بس لو انا كاتب اس اي بي يبقى هسال هعمل ايه على اس اي بي مثلا. فاسال حاجه سبيسيفيك في الجوب ديسكريبشن. فهقول لك ده الابليكانت تراكنج سيستم اللي هو براشرينج زمان بتاع اس اي بي، هو ده اللي انت هتستعمله مثلا علشان تعرف تتراك الكانديديتس بتوعه. طب وات اف ان انا بعمل اتش ار انترفيو وانا جاي تكنولوجي؟ مش نورمالي اسال الاتش ار طب قول لي بقى الكود تيستنج بتعملوه ازاي؟ ده يا جماعه اتش ار بقى ما تتعبوناش بقى معاكم بقى. فنورمالي هو مش شرط يدي لك الاجابه طبعا، هو مش وانت تحترم حاجه زي كده ان ده مش السبجكت ماتر اكسبرت، وهيبقى فيه تكنيكال ميتنج تقدر تسال على الحاجات دي. فبرضو اسال اسئله المنطقيه. اوكي حلو قوي. وتبقى موفر اسئلتك لان في ستيجز. فانا ممكن اسال لهاني سؤالين 3 واسال للمرحله بعدها سؤالين 3 تانيين. اوكي حلو قوي. طيب ده كلام ظريف قوي. فاحنا كده عرفنا الهايرنج بروسيس، مش هايرنج بروسيس، كده عرفنا انا محتاج ابروف ماي سيلف ازاي او احضر ازاي وانا بقدم لاي شركه وداخل في الهايرنج بروسيس. طيب انت ما شاء الله اشتغلت في كوربريتس مختلفه واشتغلت في ستارت ابس، ودلوقتي كان من فتره في يعني هاله حلوه على ستارت ابس، وابتدت الهاله تبقى هاله عكسيه على ستارت ابس. والكوربريتس بالذات المالتي ناشونال دايما عندهم هاله كده ظريف. ف من وجهه نظرك ايه اللي انت شايفه بيميز الستارت ابس او بيميز الكوربريتس؟ وهل في شخصيه معينه هتلاقي نفسها اكتر في الستارت ابس او هتلاقي نفسها اكتر في الكوربريتس؟ ايه الفروقات من وجهه نظرك؟ طيب هو سؤال طبعا يعني يتكتب فيه كتب يعني، بس عايزين نعمله بس عشان نلخص القصه سيمبلي انا بشوف الكوربريتس بتتعكس على يعني البرسوناليتي ذات نفسها بتميل، بتاعت البني ادم بتميل ان هو يجوين الحاجات الكبيره. فسي مثلا لو انت بتشتغل في جوجل فهتقول انا اكرم مروان جوجل، بس انت مش محتاج. واللي بيسمعك هيقول ايه؟ صح ده جامد بس خلاص ده جوجل. طبعا عارف انا بستخدم دي اصلا في الاستراتيجي. شكرا انا اكرم بستخدم في الاستراتيجي. صح. ودي بتفولفيل السيلف ستيم عند اي بني ادم وكده. بس ده intrinsically فعلا الكوربريتس بيبقى فيها opportunities للشاطرين، ودي very few. يعني الكوربريتس بتستعمل الفالكون ميثودولوجي او اللي هو عمرك شفت الصقر بيأكل ولاده ازاي؟ لا. هو نورمالي الصقر لو عنده 4-5 اولاد هو بيأكل اقوى واحد فيهم بس والباقي بيموتوا actually، لانه هو هدفه انه يطلع صقر قوي. انا في الاول قلت احنا نقعد مع حد اتش ار عنده علم دي مالهاش شغل اتش ار، بس انا بتقول لي بقى ان المالتي ناشونال بيستخدموا الفالكن ميثودولوجي في التالنت مانجمنت عموما. فهو بس ده بالنسبه لك بيزد اون ساينس انه بيستخدموا التكنولوجي او الميثودولوجي دي. يس 100%. فهو عنده النورمال ديستريبيوشن كيرف بتاعه بيقول ان النورمال بيبل ودول equivalent to 70% of the population دول بيمشوا الكومباني، و10% اللي هم اللو بيرفورمرز، ولو في 20% دول الجامدين فهو بيهتم ان هو يعمل لهم كارير ديفلوبمنت، ان هو يعمل لهم رود مابس. اوقات بيسموهم في الكوربريتس هايبوز اللي هو هاي بيرفورمرز او هاي بوتنشال.
فطبعا فرصتك جوه الكوربريت ان انت تبقى من ال 20% دي بتبقى برضو مش اعلى حاجه. very competition عنيفه وبيزد على المكان اللي انت فيه. فانت طبعا. لو بتشتغل في كوربريت بتاعت FMCG لوكال غير لما بتشتغل في كوربريت تكنولوجي مثلا زي جوجل صح. غير لما بتروح صح. تشتغل في ناسا. فالوحوش بقى بتختلف. بالظبط. انا كنت دايما بدي مثال في الحته دي انه بقى انت اوقات بتكمبيت على ناس هم شبهك بالظبط. يعني كابتن امريكا بيتخانق مع كابتن امريكا، فبتخيل في 10 بيتخانقوا كلهم كابتن امريكا، فانت عايز تبقى في احسن 2 في حاجه صعبه جدا. يس انك تستاند اوت اوف ذا كراود في الحته دي اتس نوت ذات ايزي. بلس الاوبورتونيتي اتسلف. يعني في الكوربريتس لو الهيد اوفيس مثلا في سويسرا فهو نورمالي هتلاقيه بيميل للناس بتاعت يوروب لان دول اقرب لللوكيشن بتاعه بتاع الهيد اوفيس، بيتكلموا نفس اللغه، عارف الكالتشر اند سو. لو في امريكا نفس القصه. وكل يعني يوروب ليها ستايل في الشغل صح. امريكا ليها ستايل في الشغل اند سو. فبيميل ان هو ياخد من الهيد كوارتر بتاعته. فالاوبورتيونيتي بتاعتك بتبقى اقل طبعا في الكوربريت ان انت تجري جامد. وطبعا احنا بنشوف ناس جامده من الريجن بتاعتنا في كوربريتس جامدين بس دول طبعا فلاتات. طبعا احنا عشان بنعمل سبوت لايتنج عليهم قوي فالناس ساعات بيتهيألها ان ده النورمال. لا ده مش النورمال خالص صح. خالص صح. على عكس الستارت اب. فالاوبورتيونيتي بتبقى موجوده بس شويه اصعب واصعب انك بقى تجرو بالذات بره. يعني هتبقى بقى بارز بره هتتعلم فيها حاجات كتير. يس بتتعلم. اكبر حاجه بشوفها ميزه في الكوربريت البيزنس كونتينيوتي، انك تتعلم ازاي الكوربريت دي فاضله كوربريت لسه ستيل كوربريت لسه ستيل بروفيتبل لسه ستيل بتغير نفسها مع تغير الحياه من حواليها. فلما تيجي تشوف الكوربريتس الكبيره يقولك دي موجوده من 1920 ولا من 1800. ده الاب الاول كان من سنه 1700 بيعمل مش عارف ميه تحت الارض كلام كده وبيتطور باي تايم. التطور ده هو كان ستارت اب، وعشان يتطور ويكمل شغل لا عمل governance وعمل lean processes governance حوكمة ظبط بقى الاستراكتشر بتاعة الاورجانيزيشن structure وعمال يطور فيها عشان تفضل مكملة. وبعد ممكن corporates كبيرة بيبقى very fat يجي يقولك لا احنا هنعمل slim fit company فيجي يقولك لا قطع لي بقى كده اللي ما بكسبش منه شيله. بيفضل يغير. فتلاقي وهو بيشيل كده يشيل بقى عدد موظفين لي اوف زي اللي بنسمع عنه حصل في جوجل وامازون كبار دول مشوا الاف الموظفين نورمال. فالكوربريت بيتعلم منها ايه البيزنس كونتينيوتي. اوكي لكن طبعا الستارت اب مختلفه شويه. فلما تيجي عشان قبل ما اخش بقى في الستارت اب انا كده قلت في الكوربريت انا هتعلم 100%. صح. دي حاجه من الحاجات اللي انا هبقى بستفيد بيها قوي. هم عندهم structure عندهم governance. انت قلت في حتى في سؤال قبل كده ان هو انت هتعرف ايه الصح وايه الغلط. انت هتتعلمه هناك what good looks like what bad looks like. هتتعلمه هتشوف systems ده هتشوفه في الكوربريت 100%. على الناحيه التانية بقى الستارت ابس بلس اخر حاجه في الكوربريت حته السيلف استيم ان انا خلاص في حته فولفيلمنت. انا يا جماعه كنت في اكس شركه ما في امازون في جوجل في PNG دول انا فده بي ايدنتيفاي يور personality وبي ايدنتيفاي ده الاي دي بتاعك من الكارت بتاعك. يس. على الناحيه الثانيه الستارت ابس طبعا انتوا بيبقوا عددكم قليل فطبعا انك تبان ده اسرع بكتير. صح. الستارت ابس بتبقى الترانزاكشنز مش بحجم الكوربريت فهم مركزين على كل الناس لانه بيعتبروا انه دول كلهم المفروض يبقوا جامدين. دي الكتيبه. يس. فكل واحد هنا قوي. يس. حتى لو انت متوسط يعني تقصد هنا مفيش قوي. ودي يعني خلتني اول مره انتبه ليها. مفيش فكره قوي النورمال ديستريبيوشن. لا اللي هو انا عندي ميديوكر او عندي ناس افريج. لا هم اصلا كلهم انا عايزهم يبقوا في 20%. يس. فما ينفعش ما ينفعش ان انا اعتبرهم لا في منهم ناس هتبقى سوبر ستارز ديفينتلي بس انا هعتمد على الناس كلها. هم كلهم ستارز في بقى سوبر ستارز تمام بس هم كلهم لازم يكونوا ستارز. لازم. حلو قوي. لازم نشتغل ازيف ان احنا سوبر ستارز. فطبعا بتلاقي opportunity طبعا انك
تغلط، لان احنا كلنا بنجرب، بنعمل حاجه جديده او بنكبر بحاجه فما نعرفش ايه البيست براكتس فيها unless انك بتكلون برودكت، بس مش هتقدر تكلون الجوفرننس، مش هتقدر تكلون البروسيسز الاوبريشنال اكسلنس بتاعهم. ففكره انه مثلا بتلاقي ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز وحاجات دوكيومنتد في الكوربريتس، مش هتلاقي ده قوي في الستارت ابس. لا خالص. وعلى فكره ده بيدي برضو اجيلتي، انك بقى تقدر تو بي يور سيلف، وده بيقتل الجانب الوحش في الكوربريتس اللي هو بنسميه البيروقراسي او البيروقراطيه بتاعت ان انت علشان اتخاذ القرار بقى محتاجه او ابروفلز بقى. تابروف تبيرتشيز حاجه معينه، فلازم لا مديرك يمضي عليها واللي بعده يبصم واللي بعده يختم انسو. لا في الستارت ابس بنبقى اسرع، اجايل انسو. حلو. فده الحته الثانيه. طبعا ممكن يقتل فيك لو انت بتحب قوي حته انا مين وبتاع، ف والله انا فلان الفلاني في شركه ابعت لي. ايه ابعت لي دي؟ دي شركه ديجيتايز او مش عارف ايه اي حاجه. انتوا ماشي دي. فبالنسبه له دي شركه صغيره تحت السلم. الا لو شركه ريزت ساعتها هو يقول لك شركه بقى ريزت حضرتك اللي هتحط على البيلبورد يبقى انت واخد فلوس من الريز. احنا كلنا على الله. هم حضرتك اللي ريز مش انا. فطبعا الستارت ابس يس ديفينتلي بيبقى ليها مميزاتها، بتلاقي نفسك فيها. طبعا فكرة بقى ايه انك تبقى مكتف او تربط الزرار بتاع الشميز بتاعك ده خلاص لا بتنساها، بتبتدي تبقى جاي. ده النهارده يا جماعه هاني جاي من الشغل، ده نورمال. انا جاي انا اهو تيشرت عادي. النهارده كان عندي ميتنج معين بنسبرد فيه حاجه، سوري بنسبريد فيه الانجيجمنت اكروس التيم، فذاتس واي ببقى لابس ماني فيلوز يعني. نايس. فنورمالي اللي ستارت اب لا انت بتهتم قوي انك تديفلوب نفسك فيها الجنراليست مود. يعني ايه ده في الستارت ابس؟ يس. في الكوربريت انت بتبقى سبجكت ماتر اكسبرت في حته فيري نيش. حلوه دي. فيري ديبث. صح. في الستارت اب بتبدا بالموديل بتاع لا هو احنا اصلا عندنا شويه فلوس صغيرين على قدنا، فالواحد يعمل كذا حاجه. اعمل دي واعمل دي واعمل صح. دي. فبتدي لك opportunity انك تبقى جنراليست. by evolution of the company الستارت ابس بتلاقيها بتطلع من الجنراليست مود للسبيشاليزيشن مود. فانا ببقى سبيشاليست بعد كده. ودي من الحاجات الصعبه في الستارت ابس، ان ناس كتيره بتلاقي اول واحد بدا مثلا كودينج في الشركه، هو مش عارف، هو بقى عمال بيكبر مش عارف انه عند مرحله معينه لا لازم يغير من المينتاليتي بتاعته، لازم يغير من السكيلز بتاعته، لازم يبقى مركز في دومين معين. فبتبقى صعبة عليه ايه ده. عشان كده انا بنصح اي حد يبتدي كومباني كستارت اب يعني وكده، لا ما تبدأش ان انت تدي تايتلز كبيرة، لان انت هتستك افتر وايل ان الجنراليست ده اللي هو كان سي السي تي او عندك ولا السي بي او ولا باي تايم هو مش هيقدر. لو الستارت اب بتاعتك جريت قوي وكبرت بسرعة، السي بي او ده لو مش بيجري بنفس هتحتاج تجيب حد تاني ويبقى هو المفروض يبقى السي بي او وانت حاطين تايتل سي بي او، فهتعمل ايه؟ هتضغط التيم كله. وده نورمال ايفولوشن، فلازم يبقى فيه سيلف اويرنس وانت بتجري. وانا بقول للناس وانت بتجوين ستارت اب خلي عندك القناعه دي ان انت الجيرني مش بالتايتل، الجيرني بالديفلوبمنت اللي بيحصل فيك كشخص. فانت كده قلت اجيلتي، اتخاذ القرار ممكن يبقى اسرع، انا مور جنراليست، فانا مش بس واقف في حته معينه، لا ده انا ممكن العب اكتر من دور. كل الناس ستارز، فانت دايما عليك الفوكس ودايما الريسبونسبيلتي بتاعتك وتاثيرها واضح قوي جوه الستارت ابس. بنسميه الانديفيدوال كونتريبيوشن بتاعك عالي على البرودكت. الانديفيدوال كونتريبيوشن جوه الستارت ابس بيبقى عالي وبيبقى باين جدا، على عكس المثال اللي كان بيتقال دايما من زمان اللي هو انت ترسف مكنه في الكوربريت، ترسف مكنه فاللي هو انت مش مؤثر قوي، لكن في الستارت ابس لا انت الانديفيدوال كونتريبيوشن عالي. اوكي حلو قوي. فتنصح دلوقتي بقى حد يخش ستارت اب ولا يخش كوربريت، او اختار ازاي؟ اوكي
هو طبعا هتلاقي مدارس كتير، ففي يقول لك خش كوربريت وتعلم وات جود لوكس لايك، وبعد كده جوين ستارت اب وبتاع. وفي ناس تقول لك لا، جوين ستارت اب والعب حاجات كتير، وبعد كده لو جات لك فرصه تروح لكوربريت اتعلمها او روح لها. بس طبعا انا اجين مش بليفر ان ده الصح ولا ده الصح. بالعكس يعني ايا كان الاوبورتيونيتي فين، مهم قوي 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 انك تبقى بتأسس نفسك ريجولرلي. وطبعا الكوربريت بيعلمك البروسيس ازاي تعمل اسسمنت لنفسك لما بتقعد مع مديرك كل مثلا باي انوالي ولا حاجه، كل كوارتر او كل 6 شهور او كل سنه. فهو بيعلمك يعني ايه تشيك ان بروسيس، يعني ايه انك تعمل ايفالويشن لنفسك. فلما تروح الكوربريت خلاص انت عارف. سوري، اما تروح الستارت اب شفت السيستم، خلاص شفت السيستم في الكوربريت، فبتكلونه في الستارت اب. صح. ممكن ينفع ممكن ما ينفعش، صح. لكن الستارت اب احنا بنلوش كلنا يلا بينا وبتاع. احنا عايزين ايه؟ هدفنا بزنس جروث rather than ان انا هدفي ان انا استابلايز واعمل بروسيسز واوبريشنال اكسلنس اند سو بزنس كونتينيوتي. لا، انا عايز يعني اليوم بيومه، انا لسه في داي زيرو. فعشان كده بقول لك لو رحت ستارت اب حاول على قد ما تقدر. وده لو طلعت من البودكاست ده بحاجة اطلع بالكلمة دي. أيوة. لأي حد بيسمعني، أبوس إيديك لازم تشوف لك منتر جوه الشركة ولا بره؟ جوه أو بره الشركة. أوكي، يبقى عندك منتر. ومش شرط منتر واحد، منترز. طب هني ده كلاشيه برضو. والله لا، يعني أنا هقول لك نورمالي ما تفكرش ان انت هتتعلم as you go. والتعليم ده هو اللي هيعملك. لا، لو انت مش ودي بقولها الناس، لو انت ما عندكش النتورك بتاعتك كل يوم تكبر النتورك بتاعتك، عمرك ما هتكبر. لو انت معتقد ان انت هتجري، ده عامل زي اللي بيجري بسرعة في ماراثون. الماراثون مش محتاج انك تجري بسرعة. الماراثون محتاج انك تنظم جريتك، تنظم نفسك. اوكي، انت في ماراثون، الماراثون ده هو الكارير بتاعك ايا كان بقى. كارير ماشي كده ماشي كده ماشي بيخبط، ايا كان الكارير لادر بتاعك، خليك مهتم ان انت ثرو الجيرني بتاعتك يبقى معاك منتورز. طب اوصل ده ازاي يعني؟ ده بيبقى صعب، وخاصة لو حد جونيور. يعني انا دايما بحاول برضو ابالانس ما بين ان في ناس سينيورز، فممكن بقى انا اكرم عارف هاني، فاقدر النتورك بتاعتي بعد سنين قدرت اوصل هاني، فاقدر ارجع له اخد رايه. صح. وانا بقى لسه جونيور عشان اقعد اتكلم مع هاني، لا هو هاني مشغول ومش عارف ايه. عندك حق. اوصل المنتور ده ازاي؟ دلوقتي في opportunities كتيرة. عشان مش بس فكرة الجلوباليزيشن، بس فكرة كمان ان دلوقتي بقى في كوميونيتيز كتير، سواء كان على السوشيال ميديا channels او كوميونيتيز حتى فيزيكالي. صح. جوين الكوميونيتيز دي. عارف انت في الكوربس كان يقول لك to be a dinosaur you have to be a friend of dinosaurs. اوكي، فانت باي تايم فاهم هتبقى جامد. صح. لما بتشوف الجامدين وتصاحب الجامدين. صح. انا دخل نفسك في الكوميونتي. دخل نفسك في الكوميونتي. كان فيرتشوال كوميونتي او كان فيزيكال كوميونتي. ادخل، مش شرط تبقى انت قريب وتعرف اكرم دايركتلي، لا بس شوفه، ابتدي يتابع البودكاست بتاعته، الفيديوز بتاعته، بيتكلم ازاي، شوفه، احضر واسمع كتير. وشوف حاجات مش في الدومين بتاعك. يعني ما تهتمش انت في اللوجيستكس مثلا فتعرف كل حاجه في اللوجيستكس والناس اللي بتتابعهم في اللوجيستكس. لا صدقني، محتاج وانت في اللوجيستكس تسمع فاينانس بيقولها ازاي، بيشوفها ازاي، الاتش ار بيشوفها ازاي، شوف هوليستيكلي السبلاي تشين عامل ازاي، الوير هاوسنج عامل ازاي. اتعلم، وده اللي بنسميه البيزنس اكيومن. وانك تشوف كمان الشركات التانية بتعمل الحاجه دي ازاي. ده مهم جدا. كل ده لما انت تتعلمه لنفسك هتلاقي انت a better version of yourself. حلو. يعني انت قلت لي حل بصراحة هاني رائع، ان انا مش عارف توصل لمنتور بشكل مباشر، خش في كوميونتي. yes, انت فكرتني، انا زوجتي برضو دخلت في حاجة ليها علاقة بالبرودكت مانجمنت.
فبقى الكوميونتي بيتجمع كل اسبوع كل شهر كل وات ايفر، فالنتورك بتاعتها كبرت زي ما تقول، بقت بتسمع براكتسز جديده. هقول لك بقى الجميل بقى في موضوع النتوركينج ده، وناس كتيره بتقول يا جماعه انا مش بلاقي opportunities انا أيوة. وانا لسه قلت لك ان موضوع الانترفيوينج ان انا بقى بريسايز مش احسن، مش اكتر حاجه، مش اكتر حاجه فيها ريزلتس. والريكروترز بيعملوا افورت كبير عشان يعمل سورسنج ويعمل سيلكشن وبتاع. طب اسهل طريق ايه؟ ريفيرل. حد يبقى عارفك فيرشحك 100%. طب الريفيرل هيجي ازاي؟ بالنتورك بالكوميونتي اللي انت بتخش فيه. لو انت بتبص على اسرع واقوى طريق للهايرنج هو ريفيرل يبقى النتورك. اعمل كوميونتي. طب انا انتروفيرت وما بعرفش اعمل كوميونتي، ما بعرفش اعمل صحاب. اعمل الحاجه اللي تخلي النتورك تقول الراجل ده جامد. يعني ايه؟ انا ديفلوبر ومثلا فور اكزامبل انتروفيرت جدا لدرجه ان انا مش انتو كوميونيتيز وبتاع. اطلع دلوقتي السوشيال ميديا موجوده كتير، مثلا علم الناس حاجه. انت بتحب تعلم الناس، ابتدي اعمل فيديوز ولا حاجه تبرز فيها شغلك وعلمك فالناس تشوفك. شورت فيديوز تبين انت جامد في ايه وطلع. وده كانه بقى بارت تاني من البيرسونال براندنج. 100%. بس هقول لك بقى البيرسونال براندنج ده قصه كبيره ومحتاج طبعا يعني منتاليتيز فاهمه يعني ايه بيرسونال براندنج. بس at the end of the day انت محتاج ان انت تبين حاجتك either بقى للنتورك بتاعتك او ان انت تبتدي تعمل حاجات educational تقول ان الراجل ده كويس في الماركت. فاجين النتورك اجين المنتورشيب من الحاجات المهمة وهتفرق عند الناس. وعايز اقول لك ان one of the corporates that I was يعني working for كان المنتورشيب بروجرام ده حاجة جوهرية. انت لو هتدخل عند certain band وليفل معينة، باند ده كادر وظيفي يعني يس 100% هو لازم يقول لك انت دلوقتي انت منتي، هنشوف لك منتور either ان انت تسلكت منتور او احنا نجيب لك منتور. فيبتدي باي ديفولت يجيب لك منتور من نفس الشركه، لان الكوربريت ميزتها بيبقوا طبعاً الاف مؤلفه طبعاً. لو انا في الشركه دي كنا 120 الف موظف فطبعا وفي ستارز كتير طبعا. فخلاص انت في الباند المعينه يقول لك انا هجيب لك منتور. المنتور عندك الجروب ده، تبتدي تختار حد ويبقى انت عندك مواعيد معاه بتقعد معاه كل شهر كل كام شهر كل شهر بتقعد معاه ساعات معينه وهو بيحصل له اسسمنت عليها از ويل از يو. نايس. وتخيل بقى المنتورشيب دي انت بتخش ايه تكلمه والله الحاجه التكنيكال دي واقفه معايا خالص. هو دوره في الحياه ان هو يساعدك بيرسونالي، دماغك بتفكر ازاي، طريقه التفكير يس ويديك الفليفر بتاع الكومباني واحنا شغالين. بتكلموا عن مشاكلك العاديه واللي في الشغل وهو بيبتدي صح. عشان كده هو منتور. يس نايس. طيب ودي من الحاجات الجميله قوي يعني اللي انا محتاج يبقى عندي منتور. دي حاجه هتفرق معايا قوي في الكارير بتاعي. طيب حلو قوي. طيب سوري يا اكرم ما بقطعك في الحته دي وبس بليز ده مش على التكنيكال ولا البيزنس ليفل. لا المنتورشيب دي حاجه على كل الليفلز بتاعتك يعني حتى جرب طبعا جرب. احنا متجوزين وكل حاجه بتنقي لو نقيت منتور حد انت عارف ان هو شاطر في الريليشنز ان جنرال وفي الفاميلي ريليشنز والحاجات دي هيديلك انسايتس وهيديلك نصايح هيخليك تبص على الحياه من زاويه مختلفه تاني هيفرق معاك. فجرب ده حتى على المستوى الشخصي بعيدا عن البيزنس. لا ثانكس سو ماتش. طيب هاني اتكلمنا على الستارت ابس وقلنا الفروقات بين الاثنين. السوق بيتغير وانت شفت برضو مع الكوربريت شفت مع الستارت اب. ايه اللي انت شايفه النهارده اكتر شغلانات ترندنج ممكن تبقى لو حد دلوقتي بيتفرج علينا يقول اوكي دي بقى شغلانات بتكبر فابدا ادخل نفسي فيها؟ وهاني يا جماعه احنا قلنا في الانترنت صيدلي اصلا يعني فاهم يعني صيدلي هنتكلم عن كارير شيفت كمان شويه. بس انت دلوقتي تقترح ايه اكتر او تقول لنا من وجهه نظرك ايه اكتر شغلانات ترندنج دلوقتي في السوق؟ طيب لو بنتكلم على مستوى العالم كله يعني الشغلانات
التكنيكال في العموم هي اللي ليها حظوظ اكتر ان هي تبقى موجوده. تقصد بالتكنيكال الديفلوبمنت او التكنولوجي او كده؟ لا، تكنيكال قصدي بيه هو التكنيكال في اي دومين. يعني ايه مثلا لو انا شغال في مصنع تعبئه وتغليف، فالتكنيكال ارم اللي هو الفني والمهندس دول هتلاقيهم الباك بون بتاع المصنع. طبيعي دول كور فانكشنز. كور فانكشنز يت فيها سكيرسيتي عاليه. يعني الفني ده احنا ممكن يطلع عينينا وقبل ما نلاقي فني صح. كهرباء ولا ميكانيكا صح. شاطر كويس صح. اوكي. فكل ما زادت التكنيكاليتي بتاعتك في البرودكت كل ما كان الرول مهم. واحنا حتى في الاتش ار واحنا بنقيم الناس في 2 dimensions مهمين قوي في التقييم. حاجه اسمها ايه؟ critical role و critical person. طب انا عايز اعرف هو ده critical role، بسأل نفسي سؤالين: هاخد قد ايه وقت عشان الاقي حد في الماركت يملى البوزيشن ده؟ اوكي. وبتختلف من جوب للتاني طبعا. بس نورمالي لو بعدي 3 شهور ل6 شهور عشان الاقي الرول ده، الاقي حد يملى البوزيشن ده، يبقى ده critical role. اوكي. تاني حاجة بسأل نفسي: لو انا جبت واحد في الرول ده هياخد وقت قد ايه عشان يدايجست الرول ده؟ اوكي. فمن اجابتي لو برضو 3-6 شهور يبقى بقول ان ده كريتيكال. اوكي تمام. فنورمالي الشغلانات كل ما زادت التكنيكاليتي بتاعتها كل ما كانت critical. مهمة في العالم. اوكي تمام. حلو قوي. ده قاعدة أساسية دي كده حاجة عامة. عشان كده انا مثلا بقول للناس لو انت في امريكا عايز تخش صيدلة، طبعا خش صيدلة، لان في ندرة في وجود الصيادلة وفي ماركت ديماند عالي جدا. محتاجين صيادلة كتير. اوكي. لكن هقول لك مثلا لو انت في مصر تدخل صيدلة، اوعى. طبعا يعني انا عايز اقول لك احنا مثلا الصيادلة كلهم يعني احنا عندنا مثلا almost around 40% بيسافروا برا مصر. وبعد الناشوناليزيشن اللي بيحصل في المنطقة عندنا اللي هو السعودة والإماراتيزيشن انسو، الناس دي رجعت جوبلس لحد النهاردة وبيتخبطوا. فاحنا مش محتاجين ما تدخلش الحاجة اللي الماركت بتاعك مش عايزها. حلو. اوكي. مهمة دي. ما تدخلش الحاجة. فمحتاج ابص على الديماند. السوق محتاج عنده وظائف للناس دي ولا لا؟ طبعا 100%. ده قبل ما تدخل الجامعة اصلا. بالظبط. اوكي. وعايز اقول لك مثلا من التجارب الجميلة، يعني انا انفستر في كومباني في الادتك educational technology وبن اوبريت في انديا. فعايز اقول لك في الهند وباي ذا واي الهند فيها اكبر ادتك كومباني في العالم وماركت واسع قوي. فاحنا بنوبريت في الهند اكتشفنا مثلا ان انت عشان تدخل التوب 50 فاكولتيز او يونيفرسيتيز في انديا، انت بعد الثانويه بتقعد 2 سنين بتدرس تأهيل لانك تدخل الجامعات دي. فاونديشن. يس. سواء كان طب او هندسه او غيره. 2 سنين. وعايز اقول لك دي بتبقى ملحميه. اوكي. طب ليه بيحصل مثلا حاجه زي كده؟ علشان في 2 سنين دول انت بيحصل لك تأهيل هو انت فعلا عايز ايه، لان انت هتبقى فيري يونيك لو عرفت تدخل الجامعات دي، لان اللي بيتخرج منها مش بيشتغل، ده بيتخطف. That's why بتلاقي انديا من اكتر الدول في العالم اللي الناس بتاعتها منتشره في اغلب وخلاص بقوا من سي اوز لاكبر التوب نوتش امبلويرز. حلو. اوكي. ففكره ان انت تيديوكيت الناس اللي في السكندري سكول، انت محتاج تروح. رحت. فانت كنت بتقول اخر نقطه انه لازم تركز على الحاجات اللي فيها ديماند 100%. ايه بقى بالنسبه لك اللي فيه ديماند دلوقتي في مصر؟ في مصر لو اتكلمنا سبيسيفيكلي او في العالم كله، تكنولوجي. اوكي. تكنولوجي من الحاجات اللي طبعا هتفضل مكمله سنين. تكنولوجي دي بقى ديفلوبرز، بروجرامرز، اي شغلانه ريت التكنولوجي. اي حاجه تكنولوجي بنقول عليها ايه اللي هي ديفلوبمنت اللي هو البروجرامينج. 2 الديتا ساينس، وده يا جماعه من الحاجات
الفيري اندر فاليود في مصر بشكل كبير قوي. صح. ليه؟ لان ما فيهاش very good practices. طبعا في ناس لعيبه جامدين في الماركت بتاعنا بس لا البوتنشال اكبر من كده بكتير. فالديتا ساينس انك تدخل في حته البرودكت، ودي من الحاجات الفيري فيري فيري يونيك. البرودكت مانجمنت انك تفهم برودكت ويعني ايه برودكت مانجمنت ويعني ايه برودكت ديزاين، وتبتدي تخش بقى في اليو اي واليو اكس وازاي اكرييت يوزر اكسبيرينس ظريفه، واليو اي التاتش الفني فيها والبرودكت مانجمنت وازاي كل شغلانات التكنولوجي. كل ده بالنسبه لك يا جماعه دي فيها ديماند، والديماند هيزيد، فدوز ار ترندنج فيلدز خشوا فيهم. 100% حلو قوي 100%. يعني لو حد بيسالني اخش هندسه ايه وعنده كمبيوتر ما تفكرش ما تفكرش يا جماعه. اخش جالي طب وجالي هندسه كمبيوتر ساينس، هقول لك روح كمبيوتر ساينس. طب ايه غير ده؟ غير كده لو طلعنا بره التكنولوجي، لو انت في فيلد معين يبقى خلاص ركز في الجزء اللي فيه individual contribution على البرودكت عالي. فلو انت مهندس وهتكمل في الجزء بتاع الاف ام سي جي ركز في الهندسه. لو انت مثلا بنتكلم في مصر كطب 100% الطب مطلوب. لو جالك opportunities فيه مهم جدا هتعرف تشتغل. ومن ميزه الحاجات التكنيكال باي ذا واي ان في باريرز ما بتقفش معاها. زي ايه مثلا؟ فور اكزامبل يعني انت مثلا لو شخص ماركتير اتش ار ورايح تشتغل في مثلا في امريكا، اتش ار هتتعامل مع بيبل، يبقى انت لازم تكون بتتكلم انجليزي امريكان. تمام. او على الاقل قريب قوي. صح. فيري فلوينت. اوكي. لكن لو انت دكتور لا مش فارق معايا. مش فارق. ليه؟ لان هي تكنيكال، شغلها تكنيكال. صح. لو انت كودر او سوفت وير ديفلوبر مش لازم. اوكي. اهم حاجه بتعرف تكود. فبتكسر لك باريرز مش موجود، بتلاقيها نورمالي موجوده في بقيه الرولز. فمهم جدا تاخد الرولز اللي تعرف تخليك تسكيل. يعني ايه تكبر بنفسك؟ لو السوق دق عليك هنا تروح سوق تاني انسوق. على كلامك ده هاني هيخليني نروح لسؤال مهم قوي ليه علاقه باختيار الكارير. يعني احنا دلوقتي قلنا يا جماعه دي اكتر شغلات ترندنج اللي فيها تكنولوجي. تمام. فهمنا. حلو. ولو ما دخلش في تكنولوجي يبقى خش في الحاجه اللي تكون تكنيكال. تمام. انا بقى واحد حقوق. انا واحد صيدلي. واحنا بنقول في ارتكل طلعت على هارفارد نشرها انه 73% من الجلوبال بوبيليشن بيشتغل في حاجه irrelevant الاكاديميك باك جراوند. فعادي بقينا يا جماعه بنقول يا جماعه ده بقى عادي ان نشتغل في حاجه مش الاكاديميك باك جراوند. تمام. انت شفت الكارير. ودلوقتي الناس هتقوم جايه قايله لك طب انا النهارده اشتغل ايه؟ اختار الكارير ازاي؟ ولو هشفت بناء على ايه؟ فازاي اختار الكارير بتاعي؟ اوكي. انا بعتبر الكارير شيفت حاجه من اتنين. يا واحد غلط اوكي وهم كثر كتير قوي طبعا عادي دي ويصلح غلطته. نصلح غلطتنا عادي. ايش يا اما واحد زي ما بنقول الاسبيريشن بتاعته او هيطلع اوتبوت احسن في فيل تاني وهو عارف ده فبيحرك له. اوكي. فاللي غلط ده زي مثلا كان الاديوكيشن بتاعه قبل ما يدخل الجامعه كان ضعيف، ما حلم ان اخترع ادويه وبتاع، وطبعا بيكتشف ان الموضوع مش ده ليه كان ضعيف؟ ده كان حلمك كبير. حلم كبير بس رحت الاديوكيشن لقيته ما مش هنخترع ولا الماركت بتاعي يشيل الاحلام الدريمز بتاعته. اوكي. ولا انا مؤهل ان انا كيبل انف ان انا اشتغل في حاجه زي كده بالتعليم بتاعي. اوكي. فاكوردنجلي انا كده غلطت، انا ما ذاكرتش في الاول ماركت كويس. اوكي. جبت مجموعه بتاعه ودخلت كليه كويسه، بس ستيل لا انت مش اختيار الصح، فانت غلطان. فهنا انا طبعا ايه بس عشان الناس ما تزعلش على انا مش غلطان قوي يعني، هي بس الكالتشر بالايديوكي هو السيستم برضو وجهك لانك كليات قمه. تمام. فاخترت
اخترتها عشان كليه قمه بس طلع اختيار مش موفق. تمام. مش موفق. حلو. فعايز بقى انت تروح لحته تانية. فارجوك شوف ايه اللي انت طبعا في الاغلب هتروح للحته اللي هي ايه بيرميك الموج بقى بيرميك فيها. يعني انت خلاص لقيت مثلا opportunity. زي مثلا انا فور اكزامبل واحد صاحبي قال لي ايه ده الشركه عايزه حد talent acquisition with medical background. قدم انت personality كويسه وبتاع تحب الناس فقدمت وجت ومشيت. اوكي ده توفيق ربنا طبعا 100%. طبعا. بس ستيل يعني بقدر اقول ان ده برضو حب الحاجه دي بيخليك تروح لها. على او حاجه تانية انت خلاص عارف ان انت مثلا بتحب الالوان انك مثلا ترسم بتحب ارت اند سو. زي مثلا واحد صيدلي صاحبنا ماجد مرسي يعني واحد من النيمز القويه مشهورة في الحته بتاعت اليو اي سبيسيفيكلي واليو اكس از ويل. دلوقتي بدأ التراك بتاعه في البرودكت بان هو صيدلي واشتغل ماركتير وسيلز وبتاع. وبعد كده حب او هو كان طول عمره بيحب الالوان وكده وهو عمل الكارير شيفت ده. وبعد كده لليو اي يو اكس واشتغل في انستا باج وعمل بريكفاست. طبعا انستا باج يعني برضو من الستارت ابس اللي الناس ننصحهم انه يبصوا عليها يعني. طبعا جميله خطيره انستا باج يعني من الشركات اللي انا بحبها كلنا يعني. كلنا وبريد فاست از ويل من الشركات المحترمه. دلوقتي هو في نيذرلاندز وما شاء الله. فانت كده بتقول انه الاختيار هنا ممكن يكون له علاقه بالانترست. انا بحب ايه. اوكي فتقدر ان انت تعمل كارير شيفت. بس فكره ان انت تعمل كارير شيفت مش محسوب. ده اللي انا يعني اوكي. فازاي يبقى بالنسبه لك محسوب انك على تقلل الريسك على قد ما تقدر. يعني ايه لو انت اب وعندك اسره وبتاع لا بلاش ما تفتحش صدرك قوي. يعني حاول ركز ان انت تروح الاوبورتيونيتي اللي فيها جروث. الاوبورتيونيتي اللي فيها جروث على لي انا اوكي يس يعني انت عارف هتروح هتتحرك من وظيفة لوظيفة. ما تقوليش انا هسيب وبعد كده ادور مثلا. اوكي ماشي. حط لنفسك الكومبتنسز وابقى عارف انت هتروح فين. ماشي اوكي. فممكن حاجه تانية ان ابدا ابص هو انا اصلا كومبتنت في ايه، انا اصلا شاطر في ايه، فالكومبتنسز دي موجوده في شغلانه تانية ممكن اروح لها. يس فمثلا مثلا انا زي مثلا ماجد هاني كان بيقول انا كنت بيبل اورينتد واصلا سيلز فشطارتي في السيلز بتخليني اعرف اتعامل مع الناس بطرق مختلفه. فده هينجحني برضو في الاتش ار. صح كده. اوكي. فده لو كومبتنسي حلو قوي. بس ده كانت فيها يعني مش عايز اقول عشوائيه، هو ترتيب ربنا بس يعني فيها توفيق كبير قوي قوي قوي. في القصه مثلا انا بشرحها عن ماجد. ماجد هو بيحب الالوان بيحب الارت اند سو فالانترست موجود. فابتدى هو يعمل ايه يطعم ده بقى بان يتعلم هو ديفلوبمنت يشوف الناس بتعمل ايه التراك ده فهم التراك ده هيشتغل ازاي. وبعد كده اتعلم حاجات ومع نفسه وعمل ديفلوبمنت عن طريق كورسز معينه. وبعد كده قدم فاخدوه وبدا صغير بعد 7-8 سنين شغل. صح. بدأ صغير. وانا دايما بحب ادي المثال ده. انا زوجتي قعدت 12-13 سنه بتشتغل ما بين ديفلوبمنت وما بين حاجات في السيلز، وابتدت تشوف لا طب ما هو مع الكورونا بقى بالذات طب ايه الحاجات الترندنج وما هبقى انترستد في ايه. فابتدت تتعلم بعد 13 سنه شغل برودكت مانجمنت. الحمد لله شي واز لاكي ان هي تخش في مجال البرودكت مانجمنت بقى لها 2-3. فبتحصل حتى لو بعد سنين. طيب هنا هاني انا ممكن ابقى انترستد وشايف الكومبتنس بتاعتي في حته معينه او مش موجوده هتعلمها بس انا انترستد في المجال ده. بس المجال ده معلوش ديماند كبير. يعني فاكر لما كنا بنتكلم على الاوبورتيونيتيز والاوبورتيونيتي تو جرو. فبرضو اختيار المجال ممكن مش بس ابقى انترستد كمان محتاج ابص عليه طلب ولا لا. يس 100%. وما تفتحش صدرك في الحاجات اللي ما لهاش طلب لو هي لونج جورني. يعني في
برضو اكزامبل للصيادله. انا بقول لك انا ممكن اعمل كتاب الصيادلة، للصيادله اللي بتعمل كارير شيفت. احنا لينا بودكاست يا جماعه عيني عن الصيادله يعني ان شاء الله يعني. ان شاء الله توعدنا كده توفر لنا وقت ان شاء الله. يحصل لازم الشرف. حد صاحبنا راح بقى الحته بتاعت الفيديو شوتينج والحته وصيدلي برضو ما شاء الله. يس فطبعا ده اتس فيري لونج جيرني. يس لا ده الراجل ده بقى سافر بره وتعلم وهو في نفس الوقت كان يطلع يسافر ياخد الكورس او الورك شوب الفلانيه ويرجع يكمل شغله هنا لحد ما بقى بيماستر وابتدى يعمل بيسز بقى، طلع حاجه في الثانيه في الثالثه، عمل استوديو بسيط اشتغل انسو لحد ما دلوقتي ما شاء الله. طيب احنا بقى هني ايه يعني واحنا في البريك كده قعدت تقول لي ايه حاجات جوه الاوفيس انا ما شفتهاش بقى. انا اللي شفته وقلته بس انا في حته ما شفتهاش. انا كنت مسافر هاني فاجئني انه انتوا عندكم في الكافيتيريا لازم توفر فاكهه يعني. انتوا انتنشني بتوفروا فاكهه طول الاسبوع لازم طول الاسبوع. ده السناكس بتاعت الناس في يعني ان جنرال. لما عارف انت ساعات كده بيجي لك سن انا بجوع لما السنه دي تجي لك خش هتلاقي فاكهه، خش دايننج سبيس على مدار الاسبوع. لازم ومتعامل بقى قلت لي عملته يعني بروجرام لحاجه عكس خالص اللي احنا بنعمله. احنا يا جماعه الساعه 10 11 بالليل كده في اي كريم ممكن نفسنا تفنا ننزل نضرب الرفاعي نضرب ماكدونالدز. فانا بقول لهاني احنا هنخلص هننزل نضرب ماكدونالدز. وقال ايه ده بالليل كده؟ فقمت قايل لي لا ده احنا بقى بنبروموت حاجه مختلفه خالص. يس يعني عاملين ديلز كده مع سيرفيس بروفايدرز ناس محترمه بتبروفايد هيلثي فود هيلثي ميلز. يس هيلثي ميلز. ودي انا بشتري بقى الهيلثي ميلز sponsored by Money Fellows. يعني you want to promote اني اكل هيلثي ميلز. هتاكل هيلثي ميل ودي موجوده sponsored by Money Fellows موجوده في الاوفيس. ان هيلثي ميل طبعا لا اطلب مع نفسك بقى. انا مش عارف اشتغل معاك. لا مش عارف اشتغل معاك. ديل مع كام شركه كده برضه بيدونا برومو كودز وحاجات ظريفه يعني في الايكو سيستم بتاعنا. نايس. فبنروح. لكن لو هيلثي ميل لو حضرتك يعني ليك في الهيلثي فود هتلاقي كده ايه كوميونتي ظريف هناك. يعني حلو. الحاجات اللي في البنفيتس عندنا الميل الاونسز لكل الناس عاملين ميل الاونسز. طب يا هاني انت ليه ما بتقولش الحاجات دي يعني؟ ما بنحبش نقول الحاجات دي. كلمتنا عن الكالتشر طبعا شفت الخبطه الجامده قوي دي. كلمتنا عن الكالتشر وكمان قلت الحاجات بقى دي بتفرق برضو مع الشباب. ميلز بقى ميلز الاونسز والحاجات دي بتفرق مع الشباب. يس حلو قوي. طيب هسألك بقى سؤال صعب. اوكي يا ريت. انا عايز اسمع من هاني والناس عايز تسمع لو احط 5 weeks plan او guide to get hired. اوكي. انا عايز احط لنفسي بلان في 5 أسابيع لما اشتغل عليها بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى هجت هايرد او هروح لباتر اوبورتيونيتي. لو احط لنفسي بلان ايه النصيحه اللي انت تقولها لنا ما شاء الله بالخبره بتاعتك الكبيره في الاتش ار؟ طيب يعني ممكن هو السؤال طبعا definitely صعب وصعب جدا لانه انا يعني 5 أسابيع it's a very short term. لو انا بتكلم على development البني ادم ففي الاغلب حاجه زي كده انت محتاج شورت كات. اوكي. فانا من وجهه نظري الشورت كات هو knocking the door. اوكي. على طول. اوكي. يعني ايه either ان انا اجوين نتورك زي ما قلنا النتورك دي توديني as a referral في مكان، او انا بحترم قوي 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 اللي بينوك عليا الدور بعت لي مسج على لينكدين ولا في اي مكان هاني انا فلان الفلاني ودي الكواليفيكيشنز بتاعتي مسج صغيره قوي ولو في opportunity في الفيلد ده I'd respect يعني ايه الفيدباك بتاعك وتقول لي. يعني واحدة من الحاجات الظريفة جدا واحدة من أنجح الهايرنجز اللي عندنا في ماني فيلوز يعني our project manager اسمها دارين. اوكي. دارين she knocked my door على لينكدين بعتت لي هاني أنا بدور على opportunity وبعتت لي السي في بتاعها. دارين كانت يمكن أول مرة تعمل سي في. هي عندها experience ظريفة جدا ما شاء الله
فكانت شغاله في one of the biggest companies في مصر في الفرنتشر. اوكي. فانا تهيألي ان هي ايه بتاع ديزاين فرنتشر وبتاع بزنس ديفلوبمنت في أوكي. الفرنتشر. فبعتها لواحد صاحبي اوريدي عنده يعني ديزاين كومباني وفرنتشر كومباني. فقلت لها انا بعت لك ده للحته الفلانيه. أوكي. رديت عليها على طول وثانكس فور شيرنج وبتاع. فقامت جايه بعتت لي قالت لي لا انا مش في الفيلد ده اصلا، انا بشتغل في الفنتك. طب فنتك ازاي؟ السي في ما فيهوش اي حاجه فنتك. قالت لي لا ما اصلا ما عملتش سي في بقالي كتير، ف يعني اسفه يعني ما كتبتش ان ديتيلز انا بعمل ايه بالظبط وكده. اوكي. قلت لها لا اي ثوت الموضوع مختلف. فالمهم اتكلمنا على التليفون ففهمت الاكسبيرينس بتاعتها. قلت ده اللي احنا بندور عليه اصلا يعني فاهم. فمن هنا كانت شي جويند ماني فيلوز. دلوقتي يعني ما شاء الله ما شاء الله حد من الجولز الستارز اللي جوه عندنا دارين جامده يعني ما شاء الله. فنوك ذا دور نوك ذا دور على طول. ابعت للناس ما تتكسفش. اوكي. ويمكن لو حد اشتغل في الماركت بتاع الجي سي سي ان جنرال لو انت في يعني كان ليا الحظ ان انا اشتغلت في اتش ار في يو اي. فعايز اقول لك ان الناس نورمالي بتلاقي الانديانز والباكستانيين بيبل وكده على طول بيبعتوا لك مسجز انا فلان الفلاني بعمل الحاجه الفلانيه، حاجه فيري تشانكايه صغيره كده بعت لك. بيحصل منها هايرنج كتير. بس انت قلت حاجه مهمه قوي هنا، ان الايفن الشات او المسج اللي ببعتها لك انت قلتها وكانها عاديه، لا انا كمان اي ليستد انا شاطر فيه، انا بعرف اعمل 3 4 looking for opportunity دي. فانا برضو تاني I am self aware انا شاطر في ايه وبدور على ايه، والحته دي موجوده عند الشخص ده 100%. ودي حاجه لازم. ففي 5 اسابيع كده قلنا هدخل نفسي في كوميونتي بسرعه، ارجوك اروح انقل دور على طول. شوف الكومبانيز اللي انت عايز تجوينت واخبط الباب. طب هروح للاتش ار بتاع لا مش الاتش ار بس. يعني ممكن ابعت لحد ويشتغل جوه الشركه دي. طب ليه؟ والله انا حابب اشتغل في الشركه دي، وسمعت مثلا ان البرودكت تيم جوه ماني فيلوز تيم جامد وعاملين فايبس ظريفه جدا. خلاص انا اروح ابعت للناس اللي في البرودكت كلهم، برودكت مانجرز، اسوشيت برودكت مانجرز، الديزاينرز اللي موجودين سواء يو اي يو اكس، ابعت لهم اللي اعرف ابعت له وابعت للاتش ار. فانا في الوقت ده فانا كمان لما هناكل الدور ده انا هخبط على ابواب كتير مش على واحد، مش على اتش ار بس. ويبقى عندك خلق، يبقى عندك طولة بال، لانه probably مش كل هيردوا، مش كل هيرد 10% هيرد، بس ممكن لما يرد. وفي ناس بتبقى سنسيتيف قوي طبعا، ويعني وفي بعض الناس فعلا من كم المسجز اللي عندها ما بتلحقش ترد على كل الناس. فبليز ما تاخدهاش بسنسيتيفيتي، حط اعذار، وفي نفس الوقت خلي عندك طولة بال. حسيت انه ما ردش، ودي من الحاجات الجميله بتلاقيها في السيلز بتاع انديا بالذات، ان هو يبعت لك مسج او ايميل ما ردتش، يبعت لك تاني يقول لك انا بس حبيت اطلع الايميل ده on top of your list علشان لو كنت ما خدتش بالك او ما قريتهوش. فطولة بال كأنك بتبيع، انت بتبيع اغلى حاجه في حياتك وهي انت، فبيعها بطولة بال. حاول تنقي على قد ما تقدر الشركات المحترمه اللي انت عايز تجوين. حلو قوي. اوكي. والنتورك ده لو انا هنصحك في 5 اسابيع تعمل 5 اسابيع فهكبر النتورك بتاعتي ونقل الدور على طول، وخلي بالك طويل. اوكي 100%. طيب هاني، اخر حاجه دايما بنحب نختم بيها هي حاجه اسمها يور ستوري يور انسايتس. اوكي. فانت كان عندك ستوري كبيره ما شاء الله، 16 سنه في حاجات مختلفه وفي شركات مختلفه في اندستريز مختلفه. ف ايه الحاجه اللي انت شايفها في الستوري بتاعتك كان فيها تشالنج فرقت معاك، التيرنينج بوينت فرقت معاك؟ اوكي. ايه الحاجه اللي فرقت معاك قوي اللي انت حابب ترفلكت وتدي للناس منها انسايتس كليسنز ليرند؟ اوكي. يمكن حلو سؤال لولبي عميق. اوكي. هو يعني في ستوريز كتيره. واحدة من الحاجات أنا كنت بتشالنج إن أتحرك من كومباني لكومباني مثلا throughout my experience. وكنا في assessment center
في شركة مالتي ناشونال. أنا كنت إحنا 3 كنا في الأسسمنت سنتر. وفي الفاينل يعني فاينلي كان عندي إحساس إن someone من ال3 هو أحسن مني في الرول ده. وأنا من كتر ما حبيت الهايرنج مانجر بتاعنا، كان محترم قوي وتكنيكال شاطر، وكان نفسي فعلا اشتغل معاه. وانا في اخر 5 minutes، هو يوم كامل الاسسمنت سنتر، اخر 5 minutes بنعمل راب اب كده سريع، احنا عملنا ايه طول اليوم وهيرد عليا امتى. فقال لي هاني انت ساتسفايد بالبروسيس اللي احنا عملناه؟ قلت له جدا وبتاع. قال لي لو هتنصحني بحاجه هتنصحني بايه؟ فقلت له انصحك ان انت تهاير فلان الفلاني من ال3 دول. قال لي ايه ده مش انت؟ قلت له لا هاير ده. قال لي طب ليه؟ قلت له علشان كان حاجات كتير تكنيكال انا شفتها فيه، وبلس بيرسوناليتي لمستها بقى في الأوضة انا وهو والشخص الثالث، وقربه للشغل ده، ساكن في اخر الشارع بتاعك، هيبقى اكسسبل وكوميتد وبتاع. ثانك يو. مشيت، وقام جاي مكلمني في التليفون بعدها بيومين، قال لي هاني انا فعلا عملت هايرنج للشخص ده، وثانكس الوت ان انت يعني اديت الريكومنديشن عليه، وده ماي برايفت نمبر، خليه معاك لو احتجتني في اي حاجه كلمني. حلو. عايز اقول لك الشخص ده لحد دلوقتي فات على الموضوع ده اراوند 12 سنه، لحد النهارده هو one of my mentors. هو حاجة يعني position global worldwide يعني. ولحد النهاردة لو عطلت في أي حاجة محتاج أسأل بكلمه، immediately بيرد علي، immediately بيديني النصيحة. فعايز أقول لك دي من الترنينج بوينتس اللي أنا اتعلمتها في حياتي، يعني اللي هو إيه، يعني مش كل حاجة ما تبصش لنفسك بس، يعني صدقني لو اديت definitely ربنا هيدي لك. انت يعني بص بصراحة يعني فكرتيني بحتة انا مؤثرة بالنسبة لي جدا، لان انا كنت على طول مؤمن قوي 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 باللي انت بتقوله، اللي هو ورحت سألت مدرسة الانجليزي بتاعتي. طبعا كنت اتخرجت بقالي سنين، بس رحت لها في مرة، فبالتالي كنت as much as you give you will get 100%. فانت كل ما يبقى في عندك يعني المثال اللي انت قلته، انت شفت انه اللي هو الانسب، وبالعكس اديته ريكومنديشن وفي الاخر ده ادالك ريتيرن. يعني وكان محتاج الشغلانه دي كنقله هتفرق معايا كتير. يس بس 100%. بقول لك الجين بقى منها عشت بقى سنين بقى. ده منتور. هو قاعد في الشركه احمد قاعد حوالي 6 سنين. اوكي. انا قعدت 12 سنه في الشركه. طب ليه؟ عشان بتعلم من المنتور. اوكي. فانت بالنسبه لك انا دخلت الشركه وقعدت فيها 12 سنه واتعلمت من المنتور ده. واحده من برضو الانسايتس اللي انا اتعلمتها throughout my career experience at a younger stage في حياتي، يعني كان ليا مانجر حد شاطر قوي يعني، بس كان في فرق ما بيننا double my age. فطبعا يعني كنت على طول واخد بقى الفايب بتاع لا دي ديمودي قوي، اولد فاشن يعني، او مش ما عندهاش الستيت اوف ذا ارت في نو هاو معينه او مش عارف ايه. however هي كان في حاجات كده بتقعد تعلمهاني، ولازم تبقى patient في الحته الفلانيه، لازم يبقى عندك political agility في الحته الفلانيه. كلها كنت بقى بفهمها. انت عارف بقى political agility يعني ما بقاش كده، لازم حاجات تتاخد جامد وبتاع. كانت بتعلمني حاجات كتير. كنت وقتها مش يعني ايه واخد حته لا انا جامد اصلا، بذاكر جامد اصلا، انا في الفيلد قوي اصلا، انا بروح الكوميونيتيز اصلا، انا عارف what good looks like and so. بعد سنين وما ابتديت ابقى on top of the pyramid بتاع ال HR،
فابتديت افهم لا ده كان عندها حق، دي كانت بتتكلم في حاجه دي فعلا السيتويشن لازم اتعامل فيه بالشكل الفلاني. ابتديت اريالايز الحاجات اللي هي كانت بتقولها لي at that time، وانا وقتها ما كنتش. اللي كان بيلفت نظري ليها ان هي كانت very patient. اوكي. فقعدت اشتغلت معاها سنين وكانت very patient. فانت الانسايت كان من هنا كان ايه بقى بالنسبه لك؟ ريفلكشن كان ايه؟ patience. انت لما تبقى مانجر بجد اعذر الاسوشيت بتاعك. هو اوقات كتيره ما عندوش الانسايت اللي عندك، واوقات كتير ممكن انت مش قادر تديله الفول بيكتشر فور وات ايفر ريزن. فخلي عندك صبر عليه. يا طبعا بتلف السنين. برجع طبعا اقول لها انتي على راسي. على راسي. يعني من الناس اللي فرقت في حياتي جدا 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 جدا، ومن اجمل الشخصيات اللي قابلتها في حياتي، وفعلا اتعلمت منها كتير كتير لحد النهارده. ويبارك للمدير التاني. بدعي لها يعني على طول كل ما بفتكرها يعني. وان لاست ادفايس تحب تقولها لاي حد في الكارير بتاعه؟ والله nothing except يعني الجولدن رول برضو be yourself في اي حاجة. ورeflection سريع كده. يمكن انا عشان يعني اخر كتاب كنت بقراه اللي هو الاتوميك هابتس. اتوميك هابتس. يعني حاول على قد ما تقدر ما تحطش لنفسك جول تعجيزي او انت لا تملك تحقيقه. يعني ايه؟ ما تقولش مثلا انا نفسي ابقى CTO، انا ديفلوبر. ما تقولش انا كمان 3-5 سنين عايز ابقى CTO. ايه يا عم؟ طب ما عادي ما نقول انا ابقى CTO ولا CEO حتى. لا، ده اسمه حاجة تعجيزية. طب تعجيزية ليه؟ لان هي 100% بتعتمد على السيركمستانسز اللي حواليك اللي ربنا بيحطك فيها. واحد انت ممكن تبقى عملت كل حاجة بس الاوبورتونيتي مشغولة، مش مظبوطة، فمش هتاخدها. صح. ما يبقاش ده الجول بتاعك. خلي الجول بتاعك، بص لنفسك، شوف انت محتاج ديفلوبمنت في ايه. اوكي. يعني انا فركز على الجزء اتعلم كذا. اوكي. على وعايز الديفلوبمنت بلان في نفسي كذا. عايز احسن الاويرنس بتاعي في كذا. لو ركزت على دول وانس انك هتيجي الاوبورتيونيتي هتلاقي نفسك بتاخدها. صح. انت قلتها في الاول خالص اللي هو وكأنها برضو هي كنت اللي هي لك الحظ هيجي لو انت مكون جاهز. luck happens when opportunity meets تبقى preparation. جاهز دي في مجهود وسعي ركز على نفسك وما تبصش الجامبس الكبيرة. خلي عندك فكرة الاتوميك هابت انك كل يوم تحسن من نفسك ذرة. حاجة بسيطة definitely بعد فترة مش كبيرة هتلاقي نفسك ده انت اتطورت كتير قوي عن ما كنت في الاول. وتجنب فكرة الديسابوينتمنت ايرا او الديسابوينتمنت اريا زي ما موجودة فكرة الاتوميك هابت ان انت بتبقى بتبص صح على السوشيال ميديا فبتشوف الناس عامله كده صواريخ كلهم بيجروا كلهم بيترقوا كلهم قاعدين بيكبروا. يا لهوي ايه ده ايه اللي بيحصل ده. وانا فين يا جماعه؟ انت سايكولوجيكلي دماغك بتعمل الجراف وترسم سهم طالع كده. however انت بتلاقي نفسك ماشي بتعمل سلوكي كده طن ماشي وده طالع كده. فبيتهالك actually هو ما كانش طالع. هو دماغك قالت لك بيزد على اللي انت شايفه ان الراجل ده صاروخ. لكن actually هو الديفلوبمنت بيحصل انك على طول نازل. فتخيل السهم ده نازل طالع كده بيجري وانت عمال تعمل ديفلوبمنت في نفسك بسيط ما بين الحتتين دول. الفرق ده بيسموها disappointment area. انك بتفضل باصص في السوشيال ميديا. ودي من الحاجات عيوب السوشيال ميديا او عيوب انك بتبريسيد كل اللي بتشوفه على السوشيال ميديا ان هو عليك ضغط جامد. ايه ده المفروض ابقى في سرعة الراجل ده. انت ما تعرفش اصلا اللي هو عدى بيه. الاريا دي بيسموها disappointment area. فخلي بالك من دي.
انت نورمالي لو فضلت مستمر على اتوميك هابت at a certain point هتلاقي نفسك بتطلع و one day ممكن اكشلي تعدي خالص الشخص والناس هتشوفك بنفس ايه ده بس انت يو بيلت الفاونديشن، عملت الاساس. يس وقليل قوي في الحياه خلي عندك قناعه ان هم فعلا عملوا كده. whatever reason بقى عافر عشان يعرف يوصل للحته دي. وقليل قوي اللي بيجري كده صاروخ. فيعني ايه قلل الاكسبكتيشنز بتاعتك من الحياه يعني. هاني ثانكس سو ماتش والله، نورتنا ونورتني وانا اتعلمت منك، والحلقه بجد والله انا بالنسبه لي قاعد مستمتع بكل الانسايتس اللي انت بتقولها والبوينتس اللي انت كنت بتقولها. ثانكس سو ماتش، ونشوفكم في ماني فيلوز بقى والناس بتابلاي ونشوف كل احنا قلنا ايه الاوفيس ايه بيزد سايكولوجي بيزد اوفيس، فنشوفكم ان شاء الله في السايكولوجي بيزد اوفيس في ماني فيلوز. ثانكس سو ماتش يا هاني، ونشوفك ان شاء الله دايما في نجاح وبخير. ربنا يخليك. شكرا.